اهلا بيكم. لاول مره معانا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. اهلا بيكم. لاول مره معانا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض حل في كتاب المعاصر ليسون 61 associative probability of multiplication. يعني ايه associative probability؟ associative probability probability المقصود بيها خاصية التجميع. طبعا احنا شرحناها بشكل مفصل كلهم على بعضهم الديستريبيوتيف والاسوسيتيف probability وغيرها وغيرها من الخواص بتاعت عمليات المالتيبليكيشن في فيديو خاص. تمام، حضرتك بتشوف الفيديو ده هيبقى اول فيديو نحطه ان شاء الله في قائمه التشغيل، حضرتك هتشوفه وتشتغل عليه. احنا بس هنقول بس بنبذه بسيطه كده. يعني ايه ببساطه؟ يبقى عندك 3 نمبر، يعني مثلا 3 تايمز 2 تايمز 4. بتعمل تحط اتنين منهم في براكت، اختار اي اتنين منهم حطهم في براكت. براكت يعني قوس، تحط سواء حط ده بالشكل ده او تحط ال3 وال2 مع بعض وتبدا تعمل عمليه مالتيبليكيشن عاديه جدا. هنا ده يبقى 8 تايم 3. يعني ببساطه كده، بمنتهى البساطه بمنتهى الاختصار، عندك 3 ارقام تاخد اتنين تحطهم في قوس تضربهم وتجيب الناتج وتضربهم في التالت. هي دي الخاصه بتاعتنا اللي هي اسوسيتيف بروبابيلتي. يعني ده من الاخر، ده من الاخر يعني. طبعا ده زي ما قلت مشروح بالتفصيل في فيديو ان شاء الله نحطه اول فيديو شرح. طيب تعال نحل. كل الكلام ده ما يهمنيش، انا يهمني اخش مسألة. هذا المسألة دي عايز تحل مسألة زي دي، فحط ال2 وال5 في براكت تايم 3. ممكن احط زي ما شايفين، ممكن تحط ال5 تايمز 3 في براكت بالشكل ده، وبعدين تايم ال2. عايز تبدل حط ال2 وال5. خدنا ال2 وال5، خدنا ال5 وال3، يبقى فاضل ال2 وال3، يبقى ال2 تايم 3 وحطها في براكت تايم ال5. بدلت ما بينهم عادي جدا جدا جدا. تعال نشوف مسألة زي دي. ماشي، تعال نشوف هنا 2 تايم 1 تايم 3 ايكوال كام؟ هنا ال2 هنا هو موجودة وال2 هنا هو موجودة، ال1 هنا موجود وال1 هنا موجود، يبقى لنا مين؟ يبقى لنا 3. نحط 3. هنا ال3 مش موجودة نروح حاطينها. هنا ال5 تايم 2 تايم 4 اوكي، هنا ال5 وال2 موجودين يبقى 4 مش موجودة احطها. هنا ال4 4 تايم 3 تايم 1، هنا ال4 تايم ال1 مش موجود احطه. الارقام اللي موجوده هنا هي نفس الارقام اللي موجوده بعد الايكوال، طالما ما عملش عمليه مالتيبليكيشن. ماتش وصل. ماشي، تعال نوصل اهو نشوف المساله دي. 3 تايم 2 تايم 4، 3 تايم 2 تايم 4 فين هي؟ هي 3 تايم 2 تايم 4 اهي. 3 تايم 1 تايم 2 هي 3 تايم 1 تايم 2، هي دي. هو ايه اللي عمل هنا؟ زي ما قلنا شفنا فوق، بدل البراكت، يعني بدل ما خد رقمين دولت لا خد الرقمين التانيين وهم نفس الارقام. هنا 4 تايم 2 تايم 1 هي 4 تايم 2 تايم 1، مفيش اي حاجه فيها. خش على اللي بعدها.
find the product، جيب الضرب. ماشي. هنا بقى ايه بدأت تشتغل. انت عارف الارقام تحطها مع بعضها. ابدأ جيب الناتج البرودكت، ناتج الضرب، وابدأ اشتغل. تبقى 2 تايم او 4 تايم 2 هي 8 تايم 1 يدينا 8. هنا 4 تايم 2 تايم 1 هي 2 يدينا 8. هتلاحظ ان البرودكت هي الناتج هنا هو الناتج هنا، لان نفس ارقام مضروبه في بعضها هي نفس ارقام مضروبه في بعضها. مثلا هنا 3 تايم 5 يدينا 15، و3 تايم 5 تايم 2 دي يدينا 10. دي يدينا مين؟ دي يدينا 30، ودي يدينا 30. واحد بقى، بس السؤال ده مهم يعني. واحد يقول لك يا مستر، اقول له نعم، ونقف عند السؤال ده. انا ما خدتش 15 تايم 2، انا ما خدتهاش اصلا. واحد بقى ذكي يقول له طب ما انت تعملها عمليه اديشن، مش 15 تايم 2 معناها 15 بلس 15. يقول له بس يا مستر انا ما خدتهاش. طيب واحد حلها بالطريقه دي، بس انا يهمني بقى من الحوار ده ايه؟ اما يديك 3 نمبرز بالشكل دوت، افضل اختار انهي اتنين اعمل لهم مالتيبليكيشن في بعض الاول، انهي اتنين اضربهم في بعض الاول، انهي. خد الحاجه اللي تديك زيرو. يعني احنا عارفين المالتيبليكيشن في الحاجه بتديني زيرو بيديني اسهل. فبص هنا 5 تايم 2 بيدينا 10، خدتها انا، اختار المساله دي. يبقى 10 تايم 3 يدينا 30، اسهل من دي. يبقى تاني ملحوظه مهمه، لما يجي لي نمبر رقم ارقام مضروبين، بختار الحاجه دايما اللي بتقربني من الزيرو. بص هنا نفس الكلام، 5 تايم 2 ب 20 بنا 40، و4 تايم 10 برضو يديني 40. تمام. نفس الكلام في بيت المسائل، ما فيهاش اي مشكله خالص. خش على اللي بعده. فايند ذا برودكت، جيب الضرب. اوكي. نفس الكلام هنا، هاخد 2 تايم او 3 تايم 2 ب 6 تايم 2 12. يعني باخد اتنين اعمل لهم مالتيبليكيشن في بعض، طلع البرودكت بتاعهم، وبعدين اعمل تايم مع التالت. يبقى ده 9 تايم 4 ايكوال كام؟ 9 تايم 4 ايكوال 36. ماشي، مفيش مشكلة. خش على اللي بعده. لاحظ هنا، لاحظ بقى الحتة دي حلوة. دايما يعني هو دي ممكن تعملها 5 تايم 8، بس انا بقى ايه عايز يبقى عندك سنس كده. طب ما ال5 في 2 او ال4 في 5 ب 20، يبقى 20 تايم كام؟ تايم 2 يدينا 40. لاحظ دايما ان انا بقول لك استخدم الحاجات اللي تديك ايه؟ تديك زيرو. هنا طبعا حاجات زي دي ما فيهاش اي حاجه خالص. حضرتك هتحط الاقواس على اي اتنين وتعمل. تعال ناخد اي مساله فيهم. تعال ناخد المساله دي مثلا. تعالى دي مثلا دي. هاخد مثلا، انا دايما بحب اختار الحاجه اللي تبقى اسهل بالنسبه لي. فماشي، هاخد ال2 تايم 3، احطها في براكت واقول تايم 6. ال2 تايم 3 ب 6 تايم كام؟ تايم 6. يبقى 6 تايم 6 ايكوال كام؟ ايكوال 36. تمام. خد اتنين اضربهم مع بعض، طلع اللي عندك اضربهم مع التالت. فيها حاجه؟ مفيهاش اي حاجه. خدنا ده، ناخد اللي بعده. فعند برودكت، حاضر، جيب عمليه الضرب. عندك ال2 طيب يبقى 2 تايم 3 تايم 1. ال2 تايم 3 تايم 1 ايكوال كام؟ اعمل اتنين مع بعض اهو. يبقى 2 تايم 3 تايم 1 ب 3، يبقى 2 تايم 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. كلهم نفس الطريقه. اخد اخر واحده دي. طب هنا اخد مثلا 5 تايم ال4 احطها في براكت واقول تايم الكام؟ تايم ال2. 5 تايم ال4 بكام؟ ب 20 تايم ال2 ب 40. خش على اللي بعده. ايوه بقول لك هنا does اللي هي 9 تايم 8 have the same product as 3 تايم 3 او 3 تايم 8 تايم 3؟ او لا. تعال نشوف. جيبها كده. ده بكام؟ اقول لك هنا ب 72. طب وهنا واحد يقول لك طب استنى،
هو انا مش هنا ممكن اقول تبقى 3 تايم 3 تايم 9، احط ال 3 وال 3 في البراكت يبقى 3 تايم 3 دي 8 على فكره، تايم 8، ويبقى 3 تايم 3 يبقى 9 تايم 8. دي 9 تايم 8 ودي 9 تايم 8، الاثنين واحد ولا لا يا مستر؟ اقول له الاثنين واحد، يبقى فعلا هما الاثنين لهم نفس الناتج. اذا انت ممكن مساله يبقى حاجتين ايكويشنز، تو ايكويشنز، معادلتين عندك، او ثلاث حاجات مضروبين في بعض، حاجتين مضروبين في بعض ويديك نفس الناتج. تمام، دي ما فيهاش اي مشكله. تعال نشوف اللي بعدها. 4 تايم 5 تايم 3 هي 3 تايم 4 تايم، اقول لك ايه ده يا مستر؟ اقول له نعم. يقول لي ما الارقام اللي هنا ادي ال 4 وادي ال 4 وادي ال 5 وادي ال 5 وادي ال 3 وادي ال 3 هم اللي هنا، ولو جيت عملتها هنا مالتيبليكيشن تبقى 20 تايم 3، وهنا اخد ال 4 و 5 تبقى 20 تايم 3 ما هي واحد. اقول له صح، برافو عليك. خش على اللي بعده، مديك احلى مين؟ احلى تشالنج. طيب التشالنج ده عايزك توصل اللي موجود هنا اهو. circle the equations below that have the same value as ده. بيقول لك هنا يعني اعمل سيركل دايره على الايكويشن بدي نفس القيمه دي. طيب واحد يقول لك هنا ده 40 تايم 2 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 80. واحد يقول لك يا مستر انا مش هوجع دماغي واقعد ابص، انا هعمل مالتيبليكيشن للنمبر ده واعمل مالتيبليكيشن لكل اللي تحت، لو طلعوا نفس الناتج يبقى هو نفس الناتج، ولو قعد نفس البرودكت يبقى هو اعمل سيركل وخلاص. طب هنا ده 10 تايم 8 يبقى ده بيديني 80، فاروح اعمل سيركل عليه. طب ده 13 تايم 2 يدينا كام؟ يدينا 26، لا مش هتنفع. طب ده بيدينا 80 يبقى معايا سيركل. طب ده لا ما يديناش يبقى عملنا سيركل. نفس الكلام واحد يقول لك هنا 30 تايم 5 يدينا 30 تايم 5 يدينا 150. هبص الحاجات اللي هنا يدينا 150، دي يدينا 150 لا، ده يدينا 150 ده يدينا 150 لا، ده يدينا 150. تعال شوف ده 15 تايم 10 يدينا 150 يبقى انا سيركل هنا اهو. طيب هنا بيقول لك تقريبا دي tank is arrive at the school. تمام. each tank has 4 boxes وكل بوكس فيه 8 فوتبول وكل طيب يبقى دي عباره عن كام؟ عندنا هنا 2 وكل واحده فيهم بتحمل 4، يبقى دي عمليه مين؟ عمليه مالتيبليكيشن. 2 تايم 4 وكل بوكس فيه كام؟ فيه 8، يبقى ايه الحاجه اللي موجوده؟ 2 تايم 4 تايم 8، 2 تايم 4 تايم 8 دي صح. طب دي 2 تايم 4 تايم 8 صح. هل دي ودي واحد؟ دي ودي واحد زي بعض. خش على اللي بعدها. باسم بروت 3 بوكسز، اشترى 3 بوكسز، كل شنطه فيهم كل باج محتواه على كام؟ 2. كل باج فيه 5 اهو. طالما ان هي عمليه تكرار وزي ما هناخد بعد كده، طالما ان الحاجه اللي عندي بتتكرر، يعني هو راح اشترى اشترى 3 بوكسز، راح اشترى 3 بوكسات 3 علب، كل ويز باج شنط 3 علب ويز باج اوف اورنج، يعني فيهم شنط برتقال. كل بوكس فيه كام؟ فيه 3، يبقى هو اشترى علب فيهم شنط برتقال. كل بوكس فيه كام؟ فيه 2. تمام. فيه 2 منين؟ 2 من الشنط. طب كل شنطه فيها كام؟ فيها 5، يعني هو راح اشترى كرتونه. الكرتونه دي او بوكس، كل بوكس فيه شنطتين ماشي، وكل شنطه فيها 5، يبقى دي عمليه مالتيبليكيشن. طالما الحاجه عندي بتتكرر تبقى عمليه مالتيبليكيشن. رايح اشترى بوكس، كل بوكس من البوكسات فيه 2 وكل 2 فيهم كام؟ فيهم 5، يبقى عمليه مالتيبليكيشن بالشكل ده. واحد يقول لك يا مستر اقول له ابتدي احطهم في براكت، احط هنا في براكت 2 تايم 5 ب 10 تايم 3 يدينا 30. 30 ايه؟ 30 اورنجز. ماشي. خش على اللي بعدها. find the missing factor. ماشي. هنبص هنا اهو. ده يدينا كام؟ 4. ناخد 2 مع بعض دول يدونا 4.
4 تايم كام مدينا 16؟ 4 تايم 4. طب نبص هنا، ده 8 تايم 7 او 8 تايم 6 بكام؟ ب 48. طب 48 تايم كام مدينا 48 تايم 1. نبص هنا 3 و 3 و 3 يدينا كام؟ 9. طب 9 تايم كام يدينا 18؟ 2. ده طبعا لازم احط زيرو، لان عشان ده مديني زيرو فلازم احط لهم زيرو. بس كده خلصنا. شكرا لكم وحفظت معاكم. يا ريت قبل ما تخشوا على شرح الدرس تشوفوا الشرح اللي ان شاء الله هنزله فوق. شكرا. اهلا بيكم. لاول مره معايا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس او ليسون 62. ليسون 62 بيتكلم على الديستريبيوتيف بروبرتي. طيب احنا قلنا قبل كده برضو ان احنا شارحين الدرس ده، هتلاقيه في اول درس في قائمه التشغيل، شرح كل الخواص بتاعه عمليه المالتيبليكيشن سواء ديستريبيوتيف اسوسيوتيف، الحاجات اللي احنا خدناها كلها اللي هي التبادل، الجمع، التوزيع. الخواص دي كلها احنا شارحينهم بالتفصيل ممل، شوفهم لو سمحت في اول فيديو في قائمه التشغيل بتاعتنا. طيب عشان بس نفتكر مع بعض، الديستريبيوتيف بروبابيلتي هي معناها خاصيه التوزيع. احنا هنشرحها لان برضو هتلاقي في لخبطه من بعض الطلبه. ببساطه مثلا لو عندك 3 تايمز 9، تمام، باخد عدد فيهم ببدا اشوف ايه الحاجات اللي تتجمع تدينا العدد ده. هنا مثلا ال9 ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى 1 بلس كام؟ بلس 8، او 2 بلس 7، او 3 بلس 6، او 4 بلس 5، وهكذا. فباخد اشوف ايه الحاجات اللي تتجمع مع بعض تدينا النمبر ده. فمثلا ممكن اقول تبقى 3، تمام، 3 تايمز تفتح 1 بلس 8، او كنت تبقى تايمز براكت 2 بلس 7، او ممكن تبقى تايمز وهكذا 3 بلس 6. اعمل ايه يا مستر؟ مشيهم. ال 3 تبقى تايمز 1 بلس 3 تايمز 9. ال 3 تمشي على تروح الاولانيه وبعدين تبقى بلس وتروح للثانيه. ال 3 ما بتزعلش حد، فنفس الطريقه هتبقى 3 تايمز 1 بلس 3 تايمز 9 بس. طبعا هو عشان يفهمها لك بيعملها لك بشكل اري، وبعد كده بيقسم الاري، يبدا بيعمل حاجه اسمها بريك بارت، يعني يبدا يقسمها نصين، ومن التقسيم نصين ده تبدا تشتغل. طبعا الكلام ده يعني التفهيم اكتر منه للشرح. الحقيقه انه في الواقع بيديك مساله وبتبدا تحلها، وهتشوف اخر درس انه بيديك مساله وبتقعد تحلها. فانا مش هركز على موضوع الاري دي واقعد اعمل بريك بارت. ليه يا مستر؟ لان لو فهم بالطريقه دي يبقى ده الستايل اللي بيحل بيه اي مساله هتجيله، هيضطر يروح يرسمها بشكل اري وبعدين يبدا يقسمها. طبعا ده طريقه غير عمليه تماما تماما تماما، خصوصا في اخر مسائل. امال احنا هنحل ازاي؟ حل عادي جدا، هتشوفه دلوقتي. تمام، تمام. عايز مساله زي دي. هنا بيقول لك ده كام؟ ده 16 او 6 تايمز 6 تايمز 13. انا ممكن اروح جاي هنا اهو وابدا اقسمهم، ابدا اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده 10 اهو، يبقى هنا ده 10 وهنا تبقى 10 اهو، دي 10 ودي 3 وتبقى دي 10 تايمز 3. تمام، هتلاقي هي نفس الكلام اللي بقوله. ال 13 كام وكام؟ 10 تايمز او بلس 3، 10 بلس 3. دايما 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 وركز في الكلام اللي بقوله، اما يديك رقم كبير حاول توديها لحاجه فيه زيرو. ليه؟ عشان تبقى اسهل بالنسبه لك في عمليات المالتيبليكيشن. ال6 ال6 موجوده تروح تضرب في ال10، وال6 تروح تعملها مالتيبليكيشن في ال3، تبقى 6 تايم 10 تايم 10 يديك كام؟ 60، و6 تايم 3 يديك كام؟ يديك 80. اعمل اديشن بين 8 وبين 7.
تمام. طيب نخش على اللي بعدها. نفس الكلام اهو، ده نفس الكلام اللي فوق. انا هتشتغل بالطريقه دي، انك تاخد الرقم وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي بيتجمع بايه، وتحطه في براكت في قوس، وتوزع ال6، يبقى ال6 تروح لده وال6 تروح لده. بس ما توجعش دماغك بطرق مختلفه عشان ما تتلخبطش. ده ياخد دي نفس الكلام، انا هشتغل هنا اهو. بس هنا هو مش مديني هي تايمز ايه، بس طب ما نعرف تعرفها زي مستر. التكرار ده هو التايمز يا باشا، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. السبعة هنا متكررة كم مرة؟ متكررة 8، يبقى ده 8. ونزل ال 7، يبقى 7 تايمز. هنا معديها لك كام؟ 3 5 و 3. عد كده ادي 1 2 3 4 5 5 و 3. تبقى هنا عبارة عن كام؟ تبقى عبارة عن 7 تايم 5 بلس 7 تايم 3. مش راحت لدي وبعدين راحت لدي. اوكي نخش على اللي بعدها. هنا ده اللي موجود، ده ال5 متكررة كم مرة؟ ال5 1 2 3 4 5 متكررة 5، يبقى هنا تنزل 5 زي ما هي. ال5 دي 1 2 3 4 و1، تبقى 5 تايم 4 بلس 5 تايم 1. خش على اللي بعدها. نفس الكلام. ايه اللي موجود هنا؟ ال11 متكرر كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6. طيب راح منزل ال11 واقول هنا ال6 عبارة عن 3 و3، ويبقى هنا 11 تايم 3 بلس 11 تايم 3. هنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بين 8 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 5، وال9 تروح عليهم يبقى 9 تايم 4 بلس 9 تايم 5. طبعا الطريقة دي طريقة يعني ايه متعبة، ومش هتساعدك بشكل قوي في حل المسائل اللي هتبقى موجودة في المستقبل، فعشان كده انا مبفضلش استخدمها بصراحة. هوريك ليه. اهي بقى بجيلك مسألة بالشكل ده، بيجيلك مسألة زي دي وعايز استخدم الديستريبيوتيف بروبرتي وحل يا باشا المسألة. ادي حاجة زي كده، هقعد بقى اروح اقول له ال9 متكررة 7 مرات وال7 متكررة 3 مرات واقعد ارسم، مش هخلص، مش لوجيك، مش منطقيه. فبعملها اسهل طريقه. ال7 دي كام وكام؟ هنا سيبها مفتوحه. ممكن واحد يقول لك ال7 هنا تبقى مثلا قول اللي انت عايزه 2 5 وتبقى 9 تايم 2 بلس 9 تايم 5. طب دي بكام؟ دي وديت 45. صح كده؟ صح. تعمل عمليه اديشن عاديه جدا، تبقى هنا عبارة عن 31 بدا 36. واحد يقول لك طب تعالى نغيرها. عايز تحطها كام؟ براحتك، حط الرقم اللي انت عايزه. واحد يقول لك طب انا عايز اخليها رقم مثلا ال7 دي ممكن اخليها 4 و3. ماشي 3 و4، يبقى هنا 9 تايم 3 وهنا 9 تايم 4. عادي جدا 27، وهنا دي كام؟ 36. صح. ده وده 13 وهنا 1 3 و 2 5 1 6. يبقى سهل اهي. طب هنا برضه نفس الكلام، بس انا بقى عايز اقول لك حاجه مهمه. ايه هي يا مستر؟ دايما اما تلاقي رقم كبير مجعلص كده، اختار الحاجه اللي فيها زيرو. فاختار ال10 وال1. يدينا 11 تبقى دي 10 ودي 1. بين 80 بين 8 يبقى 88. طيب 13 و9. هاخد ال9 تايمز. قلت لك ال13 دي دايما اختار الحاجه اللي فيها مين؟ فيها ال10، يبقى 10 بلس 3 وابدا اوزع. تبقى 9 تايمز
10 بلس 9 تايمز 3 ده 90 وده بكام؟ 27 صح؟ صح. هنا ال7 تنزل وهنا تبقى عبارة عن 2 تبقى ده 11. تمام؟ تمام؟ وهو ده التفكير الصح، هو ده الشغل الصح، ان الاقيها بالايه؟ الاقيها ب الشغل بتاعي. تمام. طيب واحد يقول لك السكند واي استخدم اي طريقه. ممكن واحد يقول لك استخدم مثلا انا هاخد ال13 دي هعتبرها مثلا 9 و4. برافو اعملها اشتغل. بس انا دايما بركز على ايه؟ على الحاجه اللي فاتت. طيب خش على اللي بعده. هنا هو الراجل بيقول لك لسه والله بقول لك نفس الكلام. قال لك يا عم الحاج لو جالك سؤال في صعب في 17 وده رقم كبير زي ده وانت اصلا لسه ما خدتوش، طب ما تحوله ل 10 و7 زي ما انا لسه قايل حاجه فيها زيرو. طب تعالى نشوف مساله زي دي. فهنا مثلا طبعا واحد المفترض احنا دارسين وعارفين دي بكام، بس لا جات لنا مساله زي دي واقول لك استخدم الطريقه ديستريبيوتد من عيني يبقى 10 و2 10 و2 دول المفترض بتحطهم في براكت. وبتبدا ال10 تروح لكل واحده فيهم تبقى هنا ال8 تايمز 10 بلس ال8 تايمز 2. بين ده كام؟ 80. تمام. ده كام؟ 16. بس 6 تنزل تبقى 9 96 صح؟ طب والله فعلا. طب ال14 نفس الكلام 10 بلس 4 وتشتغل يبقى 7 تايم 10 بلس 7 تايم 4 بين 70 ودي بكام؟ ب 28. تمام يبقى هنا 8 ودي 9. تمام. خش على اللي بعدها. طب نختار واحدة منهم بس. تختار دي ولا دي؟ خلينا ناخد اللي فوق ونسيب الأخيرة. ماشي. ناخد دي بس عبارة عن 10 تايم 6 يبقى 3 تايم 10. ال3 مستمرة معايا تبقى 3 تايم 6 بين 30 بين ده عبارة عن ايه؟ يبقى 84. تمام. 48 هكذا. لاحظ بقى في الاول، فاكر لما كنت بقول لك الديستريبيوشن بروبابيلتي ونقعد نرسم ونعمل، ما تخلكش تعتمد على الرسم. ليه؟ هاجي لك مساله زي دي اروح انا بقى واحد يقول لي طب انا مش عارف اشتغلها، اقعد ارسم والون واعمل، مش هنخلص. تعال نحل المسائل اللي بعدها. هنا طيب لازم نلاحظ حاجه مهمه. هو سايبها لي هنا مفتوحه، بس هو يعني هو مفتوحه من فوق لكن بقى محددها لي بسؤال تحت. هو سايبها لي مفتوحه من فوق بس هو محددها لي بسؤال تحت. ازاي يا مستر؟ هنا لاحظ كلمه 7 موجوده تايم 4 وهنا ال4 اهو، يبقى المفترض من بره ال7 وتبقى ال4 تبقى 7 تايم 4 بلس 7 تايم 4. حاسب لك انت بقى تعمل عمليه المالتيبليكيشن وتحل. تمام. انا هقول لك الخطوات وانت تعمل عمليه المالتيبليكيشن. هنا ده 1 اوكي وهنا 1 اوكي. سيبها لي هنا دي كده مفتوحه بقى. ممكن اختار بمزاجي. اختار بمزاجك اختار بمزاجي عادي. طب انا هختار ال9 اختار ال9 بس كده انت حددت ال9. تمام. كام وكام؟ ادينا 6 يبقى 5 و6 يبقى 9 تايم 5 بلس 9 تايم 1. ماشي. طيب هنا 12 عبارة عن 10 بلس 2 ويبقى عبارة عن 10 تايم 10 بلس 10 تايم 2. هنا تختار اي حاجة. اختار ال 8 واقول هنا 3 6 يبقى هنا 8 تايم 3
بلس 8 تايم 6 وتشتغل عادي جدا. طيب نختار ال 2 تايم 10 وهنا تبقى كام؟ وهنا 3 تبقى 2 تايم 10 بلس 3 بلس 2 تايم 3. هنا اختار ال 5 اختار ال 10 وال 4 تبقى 4 تايم 10 بلس لا سوري 5 اهي تايم 10 بلس 5 تايم 4 نفس الكلام على اللي بعدهم. تعال نحل دي مثلا تبقى 4 اختار هنا ال 10 وال 6 وتبقى 4 تايم 10 بلس 4 تايم 6 ماشي. طيب تعال نشوف الاخير عندنا بيقول لك ارسم ده ترو وده في الرونج. ماشي نرسم ليه يعني. نبص هنا 5 تايم 3 ماشي. هو هنا بدأ يحل يعني هو جايبها لك في خطوة متقدمة. انا هبدأ اعملها يبقى 3 المفترض تبقى تايم ال 5 دي تبقى عبارة عن كام؟ 2 ومختار 3 بلس 3 صح؟ طب هنا ال 2 موجودة يبقى 3 تايم كام؟ تايم 3 هنا مدينا 5 تبقى غلط طبعا. المفروض تبقى دي 3 تايم 3. طيب هنا 2 تايم 8 هو مختار ال 2 ماشي يبقى 2 يبقى 6 بلس 2 يبقى 2 بلس 6 صح بلس 2 او بلس 2 تايم 2 صح. هنا اختار ال 11 اوكي ماشي اختار ال 11 فهنا نعمل ايه؟ ابقى 4 تايم 10 بلس 1 يبقى المفترض تطلع لي كام؟ تطلع لي 4 تايم 10 ماشي بلس 4 تايم 1 بلس 4 تايم 1. واحد يقول لك طب ال 4 تايم 1 دي بكام؟ ب 4 يبقى دي صح. خش على اللي بعدها يبقى هنا طب هنا اكيد غلط. ال 5 هو اختار ال 5 ماشي ال 5 بلس كام يدينا 12 ال 5 بلس كام يدينا 12 بلس 7 يعني المفترض 5 تايم 5 بلس 5 تايم 7 يبقى دي غلط. دي المفترض تبقى 7. تعال نشوف اللي بعدها. اللي بعدها مديك كام؟ اللي بعدها زي ما انت شايف مديك بالشكل ده ماشي بس هنا مديك 2 ومديك 5 ومديك 9. طب هنا دي يا مستر حابة يقول لك مستر دي مش ديستريبيوتيف يا مستر. يقول لي طب ما دي ممكن تبقى من خاصيه الاسوسيتيف بروبابيلتي يا مستر. اقول له والله العظيم صح. ما ممكن 5 تايم 10 5 تايم 10 5 تايم 2 ب 10 تايم 9 خدناها الحصه اللي فاتت. يبقى دي قد دي ولا لا؟ فعلا قد بعض. واحد اللي تحتها 13 تايم 4 ماشي. طب هي دي اكيد لا طبعا. ليه؟ تعال نشوف. دي المفترض تبقى 12 تايم 10 يبقى 120. هل ده بيدينا 120 مليون في المية؟ لا يبقى غلط. بس في حاجة تانية في الدرس ده. شكرا لكم حسن استماعكم. حد عنده سؤال تحت امركم. اهلا بيكم. لاول مره معايا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده
كلها تقدر تشوفها وتدور على قائمة التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. النهارده هناخد الدرس 30 او 63. هناخد درس 63 estimate product. يعني ايه؟ يعني ببساطة هي عملية estimation هي عملية تقدير. في البداية كده انا عايز اقول الدرس ده يعني من وجهة نظري ملوش اي 60 لازمة، تمام؟ عشان تبقى فاهمين. احنا بناخد الدرس دوت المفترض عشان نبقى بنستعد لعمليات المالتيبليكيشن الصح، فهنشرح الدرس طالما ده موجود هنشرحه. طيب استيميشن او استيميت برودكت ازاي نعملها؟ في طريقتين. اول طريقه ان حضرتك بتعمل مالتيبليكيشن في رقم اكبر وبتقول less than the product، او بتعمل مالتيبليكيشن في عدد اصغر وبتقول more than the product. تعال ندي مثلا عشان تبقى الدنيا واضحه. هنقول مثلا 5 تايم 5. ده عندك الاكشوال برودكت او عمليه المالتيبليكيشن الحقيقيه. انت عايز تعمل استيميشن دي بكام؟ ب 25. حلو. فبقول بعمل استيميت بعدد اصغر وعدد اكبر. يعني ايه؟ بضرب في عدد اكبر الاول. ضربنا في عدد اكبر اللي هي كام؟ 5 تايم 6 ايكوال كام؟ ايكوال 30. طيب ضربت في عدد مين؟ في عدد اكبر. طب ما اضرب في عدد اكبر بقول less than the product كان كام؟ 30. يبقى less than 30. ليه؟ لان زي ما انت شايف ال 25 اقل من ال 30. او بضرب في عدد اصغر يبقى 5 تايم 4 يديني كام؟ يديني 20. بقول more than the product اقول more than 20. يبقى تاني اما اضرب في عدد اصغر اقول more than the product اللي هو كام؟ اللي هو 20. ليه؟ لان 25 اكبر. اما اضرب في عدد اصغر اما اضرب في عدد اكبر اقول less than the product اللي هو كام؟ 30 لان دي 25. تمام. يبقى تاني استيميت اما اضرب في عدد اكبر واما اضرب في عدد اصغر. لو ضربت في عدد اكبر معكوسه هي، ضربت في عدد اكبر اقول less than the product، لو ضربت في عدد اصغر اقول more than the product. بس هو ده الدرس. طبعا ده الكلام اللي بيقوله اهو. بصوا هنا اهو مديك كام؟ هو مديك هنا كام؟ 60 او 6 تايم 7. فضرب في عدد اصغر اللي هي 6 تايم 5 فطلعت له كام؟ 35. يبقى ضرب في عدد اصغر يبقى مور ايه؟ مور ذان اهو. the product should be more than 35. او ضرب في عدد اكبر، ضرب في عدد اكبر اللي هو ضرب في 10. طب ما ضرب في 10 طلع لي 60 او less than the 60. بس يبقى ضربت في عدد اكبر اقول less than، ضربت في عدد اصغر اقول more than. هو ده يا مستر المساله اهو. تختار واحده فيهم. انا هنا هضرب في عدد اصغر اقول 6 تايم 7 يطلع لي كام؟ يطلع لي 24 او 42 قصدي 42. هنا ضربت في عدد اصغر يبقى اقول ايه؟ هقول برودكت مور ذان ال 32 او ال 42 قصدي. طب هنا الاكتشوال المفروض تعمل عمليه الضرب الحقيقيه اللي موجوده عندك. ايكوال كام؟ ايكوال 48. اللي بعديه بص هنا اهو نفس الكلام. اضرب في هتختار عدد اكبر وعدد اصغر. واحد يقول لك انا ممكن اضرب في عدد اضرب في عدد اكبر اقول يبقى 3 تايم 10 يديني كام؟ يديني 30. ضربت في عدد اكبر يبقى ايه؟ يبقى less than the product it is than 30. اقل منين؟ اقل من ال 30. طب الاكشوال عندنا يبقى 9 times 3 equal 27. نخش على اللي بعدها. حضرتك هنا هختار عدد اكبر وعدد اصغر. هختار عدد اكبر يبقى 8 تايم 5 يديني كام؟ يديني 40. ضربت في عدد اكبر يبقى less than the product less than less than 40. طيب والاكشوال يبقى 8 تايمز 4 بيدينا 32. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا بقى.
طبعا تعمل نفس الكلام في بقيه المسائل، لما يضرب في عدد اكبر ويبقى ليس ذان ذا برودكت، او تضرب في عدد اكبر تقول ليس ذان، او عدد اصغر تبقى مور ذان. اللي انا عايز اقوله انا يهمني ده قوي 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 قوي، انك تبقى عارف ازاي عارف المالتيبليكيشن تيبل. دي نقطه في غايه الاهميه هنبه عليها. كل الكلام ده يعني انا جميل وروعه ومش عارف ايه وتعرف الدرس، لكن انا يهمني من الدرس ده انك تبقى عارف المالتيبليكيشن تيبل. بص يا غالي، عشان تبقى يعني ما اعتقدش انا بقيت زي ما كنت بشرح الدروس التانية في البيت المواد، بس عندك المالتيبليكيشن تيبل مهم جدا 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 جدا. مش عارف المالتيبليكيشن تيبل، ما انصحكش تخش في كتاب المعاصر، ما انصحكش اصلا تبتدي الترم الثاني. اسس ابنك في المالتيبليكيشن تيبل وخش. ليه يا مستر؟ اصل بعد كده هخش عندك في الجيومتري مثلا، فالجيومتري يعني هيكون فيها مالتيبليكيشن تيبل، الفراكشن الى حد ما، بس خلاص المالتيبليكيشن تيبل والديفيجن الضرب والقسمه اصبح عليك حاجتين اساسيتين مطلوبين من حضرتك السنه الجايه ومطلوبين منك السنه دي. فحضرتك لو بتقلب وبتسلق وما انتش عارف قوي فمش هتعرف تشتغل، فاشتغل على المالتيبليكيشن تيبل قبل ما نشتغل. هنا بقى لو عندنا تعمل استيميشن ب 3 نمبر، تاخد اي اتنين مع بعض وتقول مور ذان ليهم. تمام؟ اي اتنين مع بعض وتقول مور ذان. طيب تعال نشوف هو عمل ايه. هنا 6 تايم 5 تايم 4، استخدم ال 4 وال 5 30 تايم 5 equal 130. هو هنا عمل ايه؟ هنا استخدم نفس الطريقه اللي استخدمها المره اللي فاتت، راح مزود عدد، بدل ما دي 4 خلاها 5، وراح واخد ال 6 وال 5 مع بعض وقال لك ايه؟ قال لك مور ذان او ليس ذان، طالما يزود رقم يبقى ليس ذان. يعني هنا هو راح جاي مزود على الفور 5 وقال لك هنا ايه؟ مور او ليس ذان. طب لو قلل هيقول لك مور ذان. طبعا في طرق مختلفه عمليات الاستيميشن بالمناسبه، عشان انت هتلاقي ان في مثلا الكتاب المعاصر بيشرح بطريقه، كتاب اضواء بيشرح بطريقه، تلاقي مدرس بيشرح بطريقه، كلهم من وجهه نظري صح. فعشان كده بقول لك هو درس مايع الى حد ما تقدرش تظبطه. انا اللي يهمني انك تشتغل على المساله دي، اما يقول لك 4 تايم 6 تايم 5 ايكوال كام تبقى تعرف تشتغل. طيب هنشتغل بنفس الطريقه، مش هنشتغل بكتاب معاصر. هنروح مثلا مزودين ده نمبر، تمام، هنخليها كام؟ هنخليها 3، دي بدل ال 2 هنخليها 3، وتبقى 3 تايمز 3 في براكت تايم 7، 9 تايم 7 ايكوال كام؟ 9 تايم 7 ايكوال 30 او 63. هنا المفترض تبقى ايه؟ هنا زودت يبقى ليس ذان، او the answer must be less than 63. ليه؟ لان انا زودت هنا. طب لو انا خدتها هناخد اللي تحتها نقللها، ناخد اللي تحتها نقللها، ماشي. هنا مثلا المفترض تحلها بقى، انت كده المفروض اكشوال يبقى 3 تايم 2 تايم 7 ده بكام؟ ب 6 تايم 7 بكام؟ 6 تايم 7 يدينا كام؟ يدينا 42. طب اللي تحتها انا خدتها ايه؟ زودتها. طب اللي تحتها يا مستر قللها لي، حاضر. بدل ما 8 خليتها 7، يبقى 7 خليت ال 4 تايم 5 ايكوال 7، قللت يبقى اقول مور ذان، ماشي. فالمفترض تبقى كام؟ 120 تايم 7 140. طب 140 دي مور ذان ولا ليس ذان؟ انا هنا زودت ولا قللت؟ انا هنا ايه؟ قللت، يبقى مور ذان. لازم عندي الانسر تبقى مور ذان. طب تعال نحلها عاديه، تبقى 20 تايمز 8 ادينا كام؟ ادينا 160. هي نفس الكلام، بتزود عدد او بتقلل عدد. طيب هنا بيبدأ يقول لك لا مديك عدد كبير، تمام،
فعدد كبير اهو. قال لك لا تعالى احنا ممكن نعملها بطريقتين. ايه الطريقتين؟ اول طريقه ان ممكن تقول لك بدل ما هي 13 تبقى 10. فممكن تبقى عباره عن، يعني هنا زي ما انتم شايفين هو قلل وهنا قلل، او هنا سوري، هنا هو زود وهنا قلل. نفس الكلام اللي خدناه قبل كده، زود وقلل زود وقلل. يعني بدل ما هي 9 خلاها 10، فتبقى 10 تايمز 13. 10 تايمز 13 ايكوال كام؟ ايكوال 90. يبقى هنا زود، يبقى ايه المفروض هنا؟ ايه هنا هو الراجل هنا قلل، سوري هنا هو قلل، راح جاي بدل ما هي 13 خلاها 10. فهو هنا ايه؟ قلل. اما قلل تبقى كام؟ اقول لك مور ذان. هنا ايه؟ هنا هو راح مزود، بدل ما هي 9 خلاها 10 تبقى ايه؟ ليس ذان. يعني نفس الطريقه، بتزود رقم بدل ما هي 9 خليتها 10، والبرودكت اللي هيطلع الناتج هيطلع هتقول ليس ذان. او قلل ال 13 حولها ل 10 وقال لك الرقم اللي هيطلع مور ذان. هيقول لك يا مستر ايه اللخبطه دي وانا اقعد ازود واقلل؟ لو انت يعني متلخبط في الحوار التزويد والتقليل، هو قاعده بسيطه، لا اما بتزود لا اما بتقلل. لو زودت العدد اللي عندك بيبقى ليه ذان ذا برودكت، لو قللت العدد اللي عندك بيبقى مور ذان ذا برودكت بس. طب انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني تحلها بالطريقه دي، ده اللي يهمني قوي. انك اما اقول لك 9 تايمز 13 حل، تقول لي اخد ال 9، 13 دي عباره عن 10 بلس 3، فاما احلها تبقى 9 تايمز 10 بلس 9 تايمز 13 لك 90 بلس 27 يطلع لك 117. ده اللي يهمني، ده اكشوال برودكت، ده اللي يهمني، ده اللي يهمني. انما ده فكك منه لو انت مش عايز تفهمه، يعني من الاخر. نفس الكلام على اللي تحت، مديني نمبر زي ده، يا لهوي احلها ازاي؟ اعمل ايه يا مستر؟ مش عارف ايه. يا عم احطها اي نمبر ليس ذان دي او في مور ذان دي. انا احطها مور ذان، احطها بكام؟ احطها بال 20. هيبقى 20 تايمز 3 يطلع لك كام؟ يطلع لك 60. طب ال 60 دي ايه؟ انت هنا زودت ولا قللت؟ انا هنا زودت، يبقى ليس ذان 60. ليس ذان 60 وبس. طب هنا تبقى تحل اقول 3 تايمز 10 بلس 8، وابدا اقول تبقى 3 تايمز 10 بلس 3 تايمز 8. هنا 30 بلس دي بكام؟ ب 24. يبقى يدينا هنا كام؟ يدينا هنا كده، ده تعتبر ده وده 4 وده 5، ده 4 وده 5، ده بس. ادي المسألة حليناها اهي. تعالى على اللي تحتها. مستر متلخبط، عايز تعمل لها ايه؟ عايز تحلها مور ذان ولا ليس ذان؟ ليه ازاي؟ خليها 10 تايم 8 يطلع لنا 80. يبقى هنا انا اخترتها عدد اقل يبقى مور ذان 80. طب حلها، المفروض تبقى تحلها بالطريقه العاديه عندنا، تبقى 8 10 تايمز 5، تبقى هنا 8 تايمز 10 بلس 8 تايمز 5، ده يديني 80 وده يدينا 40. مثل الزيرو يبقى 120. تحتها تحل نفس الكلام. في مسائل تانية؟ مفيش. هنا بقى بدي اخش على مين؟ على الاستيميت، عملية استيميشن. تمام. how many legs are there in 8 horses؟ طب هنا فتبقى 8 horses، كل حصان منهم فيه كام رجل؟ 4. يبقى 4 تايم 8. ده مين يا مستر؟ ده الاكشوال. 4 تايم 8 تدينا ايه؟ 4 تايم 8 تدينا كام؟ 32. طب هنا هتزود عدد وقلل عدد؟ هزود، يبقى 5 تايم 8 يدينا كام؟ 40. انت هنا زودت زودت، يبقى ايه؟ يبقى ليس ذان، يبقى ليس ذان 40. خش على اللي بعدها. سامي بيجري كل يوم 15 مينتس كل يوم. طب عايز يعرف في 7 دايز، يبقى 15 تايمز 7.
احلها ازاي دي يا مستر؟ اضرب في رقم اقل او رقم اكتر. انا هضرب في رقم اقل اهو، يبقى 10 تايم 7 يبقى ادينا 70، واقول مور ذان 70. طب هنا المفترض بقى تحلها بالشغل العادي اهو، المفترض تبقى هي 10 بلس 5. دي المفروض تديلك 70 وده المفترض تديلك 35 ايكوال كام؟ 5 وهنا 10. خش على اللي بعدها. في معاه 8 بيك، ماشي 8. كل شنطة فيها كام؟ فيها 3. فيها 3 ماشي، وكل واحدة منهم فيها كام؟ فيها 5. يبقى 3 او 8 تايم 3 تايم 5. حلو. انا بس يعني انا اللي يهمني في المسألة طبعا هنا ممكن يقول لك ايه استيميت، اختار عدد اقل تبقى 4 تايم 5 تايم 8. اخترت عدد اقل اهو، مش اخترت عدد اكتر، سوري اخترت عدد اكبر. طب دي تديها 20 تايم 8. ال 20 تديني تايم 8 تديني ايه؟ هنا 0 ينزل، وهنا 2 تايمز 8 تدينا كام؟ 60 يبقى 160. ماشي. 160 مور ذان ولا ليس ذان؟ تعال نشوف انت هنا زودت ولا قللت. انا هنا زودت، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ليس ذان. مش انا زودت، مش كانت السريه خدتها 4 يبقى ليس ذان. ليس ذان 160. ده الحل مين؟ ده الحل اللي احنا حليناه الاستيميشن، زودنا واشتغلنا. طب هنا بقى ده يعني نقطة مهمة قوي تهمني بصراحة. ايه هي يا مستر؟ افتكر الكلمة دي دايما، دور على حاجة تديك الزيرو. لان انا لو قلت 3 تايم 5 ادينا كام؟ 15 تايم 8، وانا خدت 15 تايم 8 ده انا اقعد اراجعها من الاول. طب ما تدور على حاجة فيها ال5 او 10 او 0 قصدي تايم 8. ال5 تايم 8 بيديك كام يا مستر؟ بيديك ال 40. ايوه، 40 تايم 3 ايكوال كام؟ ابدا الزيرو 120. بس شكرا ليكم حسن استماعكم. اي حد عنده تحت اهلا بيكم. لاول مره معايا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. النهارده ان شاء الله نخش على ليسون 64 و 65 The relation between multiplication and division. بص الدرس ده تمام، ركز بقى في الكلام اللي هقوله دلوقتي ده. ما ينفعش باي شكل من الاشكال تخشه وانت مش حافظ جدول الضرب والقسمه، او مش حافظ جدول الضرب، لان الضرب القسمه عكس الضرب. ما ينفعش نخش مش حافظين المالتيبليكيشن تيبل مش عارفين الديفيجن. تمام. بص هو الدرس ده في غايه السهوله. مثلا تعال نقول 3 تايمز 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6. ده بيسمى مين؟ ده بيسمى برودكت او ناتج عمليه الضرب. طب ال6 ده خدته وعملت له ديفايدد باي 3 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 2. طب ال6 ده خدته عملت له ديفايدد باي 2 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 3. في واحد بيقول لك ساعات بنمثلها بالشكل ده كده، ده 6 ده 2 ده 3. هنا عملية مالتيبليكيشن وهنا عملية ديفيجن. اوكي، هنا عملية مالتيبليكيشن وهنا عملية ديفيجن. 6 divided by 3 equal 2. طب 6 divided by 2 equal 3 وهكذا. فالموضوع سهل وبسيط واتفه من التفاهة ذات نفسها في حالة واحدة بس، انك حافظ المالتيبليكيشن تيبل. وبنتهز الفرصة وبأكد عليك مليون في المية، ارجوكم ابنك ما يخشش الترم التاني في سنة تالتة من غير ما يبقى حافظ المالتيبليكيشن تيبل. تاني،
ابنك ما يخشش الترم الثاني في سنه ثالثه من غير ما يبقى عارف المالتيبليكيشن تيبل. ابنك ما يخشش الترم الثاني في سنه ثالثه من غير ما يبقى عارف المالتيبليكيشن تيبل. لان ابنك لو دخل مش حافظ المالتيبليكيشن تيبل دخلنا على الفراكشن، دخلنا على الجيومتري، مش 100 فيه. ايوه هتبقى الجيومتري اولا المالتيبليكيشن تيبل مطلوب منه في الجيومتري اوريدي، يعني مطلوب منه حقيقه. لكن السؤال المهم، هل انت هتدخل ابنك كده من غير ما يعرف المالتيبليكيشن تيبل؟ اكبر غلطه، هيدفع ثمنها كبير. سواء انه مش هيعرف يحل مسائل، يبقى عارف في النقاط ويجي يحل في اخر مساله ما هوش عارف. لان انا مثلا عندي في الجيومتري هقول لك مثلا في هندسه هقول لك مثلا تعالى ويتس تايم لينس، طول في العرض. طب ما هو مش حافظ. سايد تايم سايد، ما هو مش عارف. طب هيعمل ايه؟ مش هيقدر. طب هيحل ازاي؟ مش هيعرف. فاوعى دخل ابنك الترم الثاني في سنه ثالثه من غير ما تعرف المالتيبليكيشن تيبل. ها نفس الكلام اللي انا عمال اقوله، حاجه اسمها كوشنت. كوشنت دي بيسموها اللي هي الناتج عن عمليه القسمه. اسمه كوشنت اهو. ومش عارف مين. طب كل الكلام ده انفيرس اوبريشن، يعني عمليه عكسيه. كل الكلام ده بالنسبه لي انت حافظ المالتيبليكيشن تيبل وتحل اي مساله. بص هنا اهو بص هنا اهو 5 تايم كام مدينا 20. 5 تايم كام؟ 5 تايم 4. 7 تايم 3 ايكوال 21. طيب 3 تايم 7 ايكوال 21. but 21 divided by 7 equals 3. طب 21 divided by 3 equals 7. هنا 20 divided by 5 equal 4. طب 20 divided by 4 equal 5. وهكذا. حافظ المالتيبليكيشن تيبل، اي مساله موجوده هتحلها. اي مساله موجوده هتحلها. ده 4 تايم 2 يدينا كام؟ يدينا 8. 9 تايم 3 يدينا 27. ده 27. طيب نخش على اللي بعده. مسائل كوشنت ده يعني ايه؟ جيب لي ناتج عمليه القسمه كوشنت. تمام. 16 divided by 2. ايه الرقم اللي اعمل له مالتيبليكيشن في ال 2 يدينا 16؟ ال 8. تبقى هنا 16 divided by 8 equal 2. تمام. هكذا نفس الكلام هنا 50 divided by 5. ايه الرقم اللي اعمل له مالتيبليكيشن في 5 يدينا 50؟ ال 10. تمام. يبقى هنا 50 divided by 10 equal 5. 28 divided by 4 equal كام؟ 28 divided by 4 equal كام؟ ايه الحاجه اللي اعملها مالتيبليكيشن في 4 ادينا 28؟ مش 7. ب 28 divided by 7 equal 4. نفس الكلام على بقيه المسائل. في الملخص في المنجز، عارف المالتيبليكيشن تيبل هتحل. طب مش عارف ويا مستر اصلا انا بنسى، يا مستر مش عارف مين. لو انت يعني بس عشان الناس تبقى فاهمه، لو انت بتنسى كل يوم تصحى الصبح تركز في المالتيبليكيشن كل يوم مهم يا جماعه في غايه الاهميه. نفس الكلام هنا ميسنج نمبر، عدد مفقود. كام هنا؟ تايم ادينا 10 تايم 2. طب هنا 10 divided by 5 equal 2. هنا 7 divided by 4 equal 20. طب هنا ده يبقى كذا. 9 تايم 9 يدينا 81. طب 81 divided by 9 يدينا 9 وهكذا. بقيت المثال بنفس الطريقه. عارف المالتيبليكيشن تيبل هتحل اهو. 1 تايم 3 يدينا 3. 3 divided by 3 equal 1. تمام. طيب خش على اللي بعده. ايه ده يا مستر؟ ده كله بيتكلم عن ميسنج نمبر، مالتيبليكيشن واديشن، مالتيبليكيشن وديفيجن. ايوه يا حبيبي، ما خلاص. انت دلوقتي يعني تعالى هنا مثلا مساله زي دي. طيب دي كام؟ دي 90. 90 divided by او 80 divided by 8 equal 10. هنا مثلا 66. 66 divided by 11 equal 6. ايه ده يا مستر؟ هو 11 علينا؟ ايوه، المالتيبليكيشن تيبل عليك من تيبل ال1 لحد تيبل ال12. طبعا الدرس ده ما فيهوش شرح. اللي حافظ المالتيبليكيشن تيبل يخش يحل، واللي مش حافظ والله لو اتنطط من الساعه الجايه ما هيعرف خلاص. هنا 21 divided by 7 equal 3 وهكذا. find missing number نفس الكلام. هنا مثلا
كام تايم 7 ايكوال 49؟ 7. 12 divided by 2 equal 24. 3 divided by 6 equal 18. هنا 5 divided by 6 equal 30. طب 4 divided by 8، ال 4 divided by 8 يدينا كام؟ يدينا 32. وتبدأ بعد كده سوري دي ملتبلاي. 4 ملتبلاي ال 8 و5 ملتبلاي 6. تعالى بقى نعكس. كام divided by 4 يدينا ال 8؟ يبقى 4 تايم ده يدينا 32. 32 divided by 4 يدينا ال 8. طب هنا 30 divided by 5 6 يدينا 5. شوف الواحد من كتر ما هو شغال على المالتيبليكيشن تيبل الارقام بتخرج من بقه لوحدها كده، تطلع كده لوحدها. تمام. نبص على بعد كده، ده هيطلع لنا 7، ده هيطلع لنا 2، ده هيطلع لنا 6 وتوصل. نفس الكلام على نفس الطريقه. حاجات تحس ان هي يعني في منتهى السهوله. هنا بنخش على وورد بروبلمز. بص انا هديك كده زي ما بيسموها الزيتونه في الوورد بروبلمز، اللي احنا هيكون معانا حوالي 3 4 دروس شغالين في الوورد بروبلمز. الوورد بروبلمز عندك حاجتين، ايه الفرق بين الديفيجن وايه الفرق بين المالتيبليكيشن؟ بص الديفيجن اللي اسمها حاجه بتوزعها، يعني لو حاجه كبيره عندك بتقللها بتحطها في حتت بتوزعها، تبقى دي عمليه ايه؟ عمليه ديفيجن. المالتيبليكيشن عمليه تجميع، حاجه متكرره، لاحظ كلمه متكرره وحضرتك بتجمعها، حاجه متكرره وحضرتك بتجمعها، حاجه متكرره وحضرتك بتجمعها. يبقى المالتيبليكيشن هي عمليه تجميع، الديفيجن عمليه توزيع. حاجه اسهل من كده؟ طيب بص عندك اول حاجه بتتكلم على ايه؟ هو جمع اورنجز وبعدين وزعهم على 6 باكتس. يبقى انا عمليه ايه؟ عمليه ديفيجن. 60 divided by 6 عمليه توزيع. طيب هو needs ده هي 2 nuts to 1 batch of cookies. تمام. how many handful of will she need for make 4 batches of cookies؟ هو بيحتاج كام؟ بيحتاج 8 عشان يعمل واحده، يبقى ال 8 تعمل 1. طب احتاج قد ايه منها؟ هيبقى 8 تايمز 4. ال 8 بتعمل واحده، فاحتاج قد ايه عشان تعمل 4؟ يبقى 8 تايمز 4. خش على اللي بعدها. بيقول لك there are 49 students going to the field trip to the pyramid. Each van can hold 7 students. How many؟ طيب هنا بيقول لك عندك 49 student، يعني 49 طالب. تمام. رايحين الاهرامات، رايحين يتفسحوا والدنيا تبقى حلوه. تمام. بس بيقول لك هنا ايه؟ ال 49 دولت، ال 49 مالهم؟ 49 مالهم؟ كل فان يعني عربيه بتشيل 7، بتشيل 7. يبقى انت عندك 49 وعندك ايه؟ في كل عربيه بتشيل 7. طب انا محتاج قد ايه؟ يبقى 49 عايز اوزعهم بحيث ان احط في كل عربيه 7. يبقى ايه؟ عمليه ديفيجن. 49 divided by 7. ما تقلقش من الموضوع ده، اللي احنا ان شاء الله هيبقى في شغل هيبقى قوي جدا على الورد بروبلمز، لان هي فيها شغل. دي مسائل سهله، حاجه بتوزعها يبقى ديفيجن، حاجه بتجمعها يبقى مالتيبليكيشن. طيب بيقول لك باسم بوت 3 بولز اوف ميلك. تمام. هي بيد 36 باوند واتس. طيب هو اشترى 3 ازاز لبن، كل ازازه اشتراها بكام؟ لا استنى، ركز في الكلام، ركز في الكلام. هو دفع كام؟ دفع 36، بس 36 دي دفعها على ايه؟ دفعها على الكل. يعني هو اشترى 3 ازايز لبن ودفع كام؟ ودفع 36. فهو عايز يعرف ثمن الازازه الواحده كام. فهنا تبقى 36 divided by 3. طبعا واحد يقول لي ما خدناهاش، همسكه واعجنه. خدناها يا برنس، خدناها 12. تمام. فاعرف المساله ازاي يا مستر اذا كانت ديفيجن ولا مالتيبليكيشن تاني. لو حاجه كبيره زي دي اللي هي مثلا 60 برتقال عايزين نوزعهم على 6 باكتس عندنا، فيبقى دي عمليه ديفيجن. كان معاك ال8 بيصنعوا واحده. تمام. ال8 بيصنعوا واحده، ال8 بيصنعوا 1. تمام.
يبقى كام واحده بيصنعوا 4 بعمليه مالتيبليكيشن. تمام. طب نخش على اللي بعدها. عندك 49 طالب، تلميذ ستودنت، والعربيه الواحده بتساع قد ايه؟ بتساع 7. طب انا كده عايز كام عربيه؟ يبقى اقول 49 ديفايدد باي 7 عشان اعرف احتاج قد ايه توزيع. هنا باسم راح اشترى لبن 3 علب، وبعدين دفع كام؟ دفع 36. فهو عايز يعرف ثمن العلبه الواحده كام، يبقى 36 ديفايدد باي 3. الدرس ده مهم جدا في المالتيبليكيشن والديفيجن، وان شاء الله في المستقبل باذن الله تعالى هنخش على الجزئيه الثانيه الخاصه بالوورد بروبلمز، لان احنا عندنا جزئيه عاليه جدا من وورد بروبلمز هنشتغل فيها ان شاء الله. اهلا بيكم. لاول مره معايا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. ان شاء الله باذن الله تعالى هنكمل على الجيومتري الخاص بسنه ثالثه. هناخده كله مره واحده، يعني مش ناخده درس وفي الاخر بعد الدرس 106 او بعد 100 درس من دلوقتي ولا بعد 30 درس من دلوقتي اقول يا انا هرجع تاني للجيومتري. لا، الجيومتري كله هيتاخد مره واحده. احنا كل القواعد وكل الحاجات اللي انت عايز تعرفها في الجيومتري مشروحه كلها برضو مره واحده في فيديو هيبقى فوق الفيديو دوت. حضرتك لو دخلت في قائمه التشغيل بتاعتنا هتلاحظ ان كل الرولز اللي عندنا وكل القواعد مشروحه. بقى هنبدا نطبق في الدروس درس بدرس. الدرس ده بيتكلم على البريمتر. بص عشان يعني ايه تبقى الدنيا حلوه، انا عايز اجمع لك القواعد اللي نستخدمها في البريمتر في ورقه واحده. طيب انت عايز تستخدمها في ورقه واحده؟ ايوه عايز استخدمها مره واحده. طيب بص انا هعملها دلوقتي، هطبقها لك كلها مره واحده وبعدين هنبدا نحل. بص انت عندك الجيومتري البريمتر يعني المحيط. طبعا هتشوف الشرح ازاي بنجيب الحاجات دي في الفيديو زي ما قلنا عليه، بس انا هكتبها لك هنا. البريمتر بتاع السكوير ايكوال سايد تايم 4 سايد لينس تايم 4. يعني ايه سايد لينس؟ سايد لينس المقصود بيه طول الضلع، طول الضلع في 4. يبقى بريمتر البي يعني المحيط بريمتر، سايد لينس يعني طول الضلع تايم 4 في 4. طيب عندنا السايد لينس ايكوال بريمتر ديفايدد باي 4. خلينا نكتبها باللي انتوا عارفينه. يعني طول الضلع بيساوي المحيط على 4. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه عندنا للسكوير. طيب بالنسبه للريكتانجل البريمتر ايكوال لينس بلس ويدث تايم 2. يعني ايه؟ يعني المحيط عندنا بيساوي الطول زائد العرض في 2. طيب لو عايز اللينس او الويدث او البريمتر divided by 2 equal اللينس بلس الويدث. يبقى المحيط على الاتنين بيساوي الطول زائد العرض. تمام؟ دول اللي هنشتغل عليهم في اي مساله من مسائل البريمتر اللي هتجيلك. حلو؟ دول اللي هنشتغل عليهم في اي مساله من مسائل البريمتر اللي هتجيلك. لينس يعني الطول، ويدث يعني العرض. بس تعالوا بقى نطبق بشكل عملي. طبعا الحاجات دي جت منين وكده شوف الفيديو لانه مشروح بشكل مفصل. تعالوا هنا نشوف اول مساله وتبقى محلوله. عندك هنا البريمتر عباره عن كام؟ عباره عن 20 وعايز سايد لينس. وعايز مين؟ وعايز السايد لينس. طيب السايد لينس قلنا ايه؟ السايد لينس عباره عن سايد لينس ايكوال بريمتر ديفايدد باي 4. اللي هو يبقى عباره عن ايه؟ بريمتر ديفايدد باي 4 اللي هو بريمتر عندنا بكام؟ ب 4 ب 20 ديفايدد باي 4
يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 5. 5 ايه؟ 5 سنتيمتر. طيب تعال نشوف السؤال ده. لينس اوف ذا ريكتانجل، ريكتانجل وعندنا الويدث بكذا، يبقى عندنا قلنا البريمتر ايكوال لينس، لا هنا هو سوري، هنا مدينا البريمتر، يبقى القاعده بتاعتنا بريمتر ديفايدد باي 2 ايكوال لينس بلس الويدث. طب بريمتر بكام؟ ب 12 ديفايدد باي 2 يبقى كام؟ يبقى 6 ايكوال اللينس عندنا بكام؟ مش موجود. الويدث بكام؟ ب 2. طيب كام بلس 2 يدينا 6 يبقى 4، يبقى اللينس ايكوال 4. تعال نحل المسألة دي. البريمتر عندنا بكام؟ ب 24. بص عشان ايه؟ انت عارف الرول، ابدا اشتغل ما تلخبطش نفسك. البريمتر بكام؟ ب 24. هو عايز مين؟ عايز سايد لينز. الشكل ده ايه؟ الشكل ده واضح انه عباره عن سكوير، فيبقى السكوير السايد لينز بتاعته عباره عن بريمتر ديفايدد باي 2، يبقى 24 ديفايدد باي 4 ادينا كام؟ ادينا كام؟ ادينا 6. طب نخش على ده عباره عن كام؟ عباره عن ريكتانجل بريمتر divided by 2 equal اللينس بلس الويدث. طيب البريمتر عباره عن كام؟ عباره عن 16 divided by 2 يطلع لنا كام؟ 16 divided by 2 يطلع لنا 8، يبقى 8 equal اللينس بلس الويدث. طيب عندنا هنا اللينس بكام؟ اللينس ب 5، يبقى الويدث بكام؟ الويدث ب 3. بس شغله عادي جدا مفيهوش اي مشكله. نخش على اللي بعده. find السايد اللي عندي يوز بريمتر. اوكي مفيش اي مشكله. ده واضح ان هو عباره عن كام؟ ده واضح ان هو بيديني بريمتر وده سكوير. السكوير لو عايز السايد يبقى السايد عباره عن سايد لينس عباره عن بريمتر ديفايدد باي 4. اوكي السايد ايكوال البريمتر عندنا ب 28 ديفايدد باي 4 يطلع لنا بكام؟ يطلع لنا 7 سنتيمتر. تمام. خش على اللي بعده. برضو هنا مدينا مين؟ مدينا سكوير، مدينا بريمتر وعايز السايد لينس، فيبقى السايد لينس ايكوال بريمتر ديفايدد باي 4 اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن 40 ديفايدد باي 4 بيدينا كام؟ بيدينا 10. 10 ايه؟ 10 متر. ما تنساش تكتب اليونت بتاعتك. تخش على اللي بعدها. الشكل ده عباره عن ايه؟ الشكل ده واضح انه عباره عن ريكتانجل. اوكي طيب يبقى عندنا هو عايز مين؟ عايز الويدث. طب هنا يبقى عباره عن ايه؟ البريمتر عباره عن divided by 2 equal اللينس بلس الويدث. طب بريمتر عباره عن كام؟ divided by 2 دي 9 equal اللينس بلس الويدث، يبقى 9 equal اللينس عندي بكام؟ ب 6، يبقى الويدث عندي بكام؟ ب 3، يبقى الويدث عندي ب 3. نخش على اللي بعدها. ما تنساش طبعا تكتب سنتيمتر. نخش على اللي بعدها. هنا عندي ده بريمتر وده سكوير، يبقى البريمتر divided by 2 equal لينس بلس ويدث. اوكي طب هنا عندنا بريمتر بكام؟ ب 24 divided by 2 يدينا 12 equal اللينس بلس الويدث عندي بكام؟ ب 3. تمام. يبقى اللينس كام بلس 3 يدينا 12 9، يبقى اللينس ايكوال كام؟ ايكوال 9 متر. خش على اللي بعده. هنا عندنا البريمتر ده برضه نفس الكلام، انه عباره عن مين؟ ده عباره عن ريكتانجل، فالبريمتر divided by 2 equal اللينس
بلس الويتس، ده يبقى كام؟ يبقى عباره عن 10 ايكوال اللينس بكام؟ ب 7 بلس ويتس. يبقى الويتس ايكوال بكام؟ كام بلس 7 دي 10؟ 3. 3 ايه؟ كيلو متر. اكتب له اليونت زي ما هي. نخش على اللي بعده. نفس الكلام نفس الكلام. بريمتر اوف سكوير سايد كذا. الاسئله دي كلها مفترض حضرتك تحلها باسئله سهله. عندك ده عباره عن سكوير، والسايد لينس بتاعه عباره عن كام؟ عباره عن 6. يبقى عندنا البريمتر بتاعه عباره عن كام؟ 6 تايم 4. 6 تايم 4 بكام؟ ب 24. نخش على اللي بعدها. ذا بريمتر اوف سكوير، بريمتر بتاع السكوير نفس الكلام، هو السايد كذا. يبقى السايد بتاعته بكام؟ السايد بتاعته 5. 5 تايم 4 يدينا 20. بسايد لينس، عايز السايد لينس اوف سكوير، بريمتر بتاعه عباره عن كام؟ عباره عن 12. قلنا السايد لينس ايكوال ايه؟ ايكوال بريمتر ديفايدد باي 4. يبقى 12 ديفايدد باي 4 يدينا 3. نخش على اللي بعده. ذا سايد لينس اوف سكوير برضه نفس الكلام. طيب عايز سايد لينس بس البريمتر بتاعه عباره عن كام؟ 32. 32 ديفايدد باي 4 يدينا كام؟ يدينا 8. طيب الاريا هنأخرها شويه، مش دلوقتي. بيقول لك هنا بس بيبني فين السينس ده اللي هو سور. تمام. السايد لينس بتاعت الجاردن بتاعته عباره عن 8. اوكي. طيب هو هنا بيبني ايه؟ بيبني سكوير. سكوير شيب سكوير. فينس يعني محيط. فينس يعني سور، والسور الخارجي يعني محيط. تمام. السايد بتاعته عباره عن 8. اوكي. هو عايز يعرف الميتر اللي عايزهم، فده بنعمل ايه؟ نجيب بريمتر. يبقى نقول 8 divided by 4 يدينا كام؟ يدينا 32 متر. تمام. عايز الاريا. الاريا دي هنأجلها شويه، احنا هنركز بس على البريمتر. الاريا هنأخرها شويه، لان احنا ان شاء الله هناخد الاريا المره الجايه باذن الله تعالى. فخلينا دلوقتي بس مركزين على البريمتر. طيب تعالوا نشوف هنا. هنا بيتكلم على ايه؟ زي ما انتم شايفين بيتكلم على الريكتانجل. ذا بريمتر اوف ريكتانجل، السايد بتاعه كام؟ 5، واللينس بتاعه ده اللينس 5 والويتس 3. الريكتانجل قلنا عباره عن ايه؟ 5 بلس 3 تايم 2. الطول زائد العرض في 2. 3 بلس او 5 بلس 3 بيدينا 8 تايم 2 يدينا 16. نفس الكلام 6 بلس 2 6 وال9. ال 6 وال9 بيدينا كام؟ بيدينا 16 تايم 2 المفترض يدينا كام؟ يدينا 32. تعال نشوف اللي بعدها. The length of a rectangle whose side is 2. تمام. الويتس بتاعه كذا والبريمتر بتاعه كذا. عايز مين؟ عايز اللينس. يبقى عندنا هنا اهو البريمتر موجود عندنا، وعندنا الويتس، وعايز اللينس. اعمل ايه؟ قلنا مساله زي دي باخد البريمتر اعمله ديفايدد باي 2 يبقى 5 ايكوال دي ب 10 عملت ديفايدد باي 2 طلعنا 5. 2 بلس اللينس كام؟ بلس 2 يدينا 5 3. ذا ويتس اوف ريكتانجل، السايد بتاعه عايز الويتس، السايد لينس كذا والبريمتر كذا. ياخد البريمتر نعملها ديفايد باي 2 يطلع لنا 8. 8 ايكوال 5 بلس الويتس يبقى تطلع لنا كام؟ تطلع لنا 3. ذا لينس اوف ريكتانجل، الويتس بتاعه كذا وبريمتر كذا. طيب البريمتر المفروض اعمل له يبقى 11 ايكوال 4 بلس اللينس كام؟ بلس 4 يدينا 11 7. طيب زي ما قلت، الاريا هنأخرها شويه.
تعال نحل مع بعض. هاني بيلدينج افينس، فينس يعني سور. الفينس دي من الكلمات بقى على البريمتر. الجاردن بتاعتها الشيب بتاعته عباره عن ريكتانجل، اللينس بتاعه عباره عن 5 والويدث بتاعه عباره عن 2. عايز هاو ميني متر اوف فينسنج، يعني عايز البريمتر من الاخر. يبقى هنقول ايه؟ هنقول 5 بلس 2 تايم 2. 5 بلس 2 يدينا 7 تايم 2 ايكوال 14. 14 ايه؟ 14 متر. تمام. نفس الكلام بينزل برضه بيبني فينس. تمام. بس هو استخدم كام؟ if he used كام؟ هو استخدم 48 متر. تمام. تمام. يعني هنا هو استخدم، يعني ده اللي استخدمه كام؟ 48. يبقى معناه ايه؟ ده البريمتر. هو مش استخدم، ايوه استخدم السور. ايوه السور كله كان بكام؟ التحويطه بحالها كانت عباره عن 48، يبقى ده البريمتر. طيب هو اللينس بتاعه كان كام؟ اللينس بتاعه 18. طب هو عايز مين؟ عايز الويدث. يبقى هنعمل مره ايه؟ اقول بريمتر divided by 2 equal اللينس بلس الويدث. طيب ال 48 divided by 2 بيديني كام؟ بيدي، او ال 48 divided by 2 بيديني 24. 24 equal اللينس عندي بكام؟ 18. عايز كام؟ عايز الويدث. كام بلس كذا 18 دي 24. لو واحد مش عارف اعمل عمليه سبتراكشن، لو انت متلخبط اعمل عمليه سبتراكشن، لو انت متلخبط اعمل عمليه سبتراكشن براحتك. بس الويدث هيطلع 6. 6 ايه؟ 6 متر. لاحظ ان فوق مديك الويدث واللينس وطلب منك انك تشوف هتعمل السور قد ايه. تحت اداك عدد الميترز، وطبعا عدد الميترز دي معناها البريمتر، وطلب منك تجيب الويدث. تمام. شكرا لكم حسن استماعكم. اي حد عنده سؤال اهلا بيكم. لاول مره معايا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. ان شاء الله هناخد النهارده ليسونز من 67 لحد 70. تمام. مالتي ستيب بروبلمز. طيب هنخش على الوورد بروبلمز وهنخش على اسئله مهمه جدا في الوورد بروبلمز. درس الى حد ما فيه يعني شويه تقل بسيط، بس لازم تعرف كذا مفهوم قبل ما تشتغل معاه. لازم اول حاجه تفهم المفهوم بعمليات الاديشن والمالتيبليكيشن والديفيجن والسبتراكشن. تعال اول ما نشوف مفهوم المالتيبليكيشن والاديشن. بص، عندك اي بروبلم، اي مساله مهما كانت، لو لاحظت ان اللي فيها بيزيد، المساله اللي فيها بتزيد، الحاجه اللي فيها بتزيد، يبقى ايه؟ يبقى حاجه من الاثنين، اما عمليات اديشن واما عمليات مالتيبليكيشن. لا ده لا ده. طيب امتى يكون اديشن وامتى يكون مالتيبليكيشن؟ الاديشن لو عندك الحاجه ما فيهاش ريبيتد. يعني ايه مثلا؟ يعني 10 بلس 5 13 بلس 15، حاجات مختلفه عن بعضهم مش متكرره. طب بالنسبه للمالتيبليكيشن، المالتيبليكيشن حضرتك الحاجه اللي موجوده فيه بتتكرر. يعني مثلا عندك 3 بوكسز وايتش بوكس فيه مثلا 5، يبقى هنا ايه؟ هنا تكرار. 3 بوكسز وكل بوكس فيه كام؟ فيه 5، يبقى هنا عمليه تكرار ريبيتد. فاذا اما يكون عندك الحاجه اللي عندك عمليه انكريز او عمليه زياده،
فحضرتك تتاكد 100% ان هي الاديشن لمالتيبليكيشن. امتى اديشن؟ اديشن لما تكون الحاجات عندي مش شبه بعضها. انت مالتيبليكيشن لما تكون الحاجات عندي شبه بعضها وبتتكرر. تمام؟ اوكي. طيب تعالى على النقطه اللي بعدها. انا هنا عملت اديشن ومالتيبليكيشن والدنيا حلوه وزي الفل وفهمتها. امتى اعمل سبتراكشن وامتى اعمل ديفيجن؟ سبتراكشن لو الحاجه اللي عندي بتقل وانا شغال في المسائل، لقيت الحاجه اللي عندي اتاخد منها حاجه، الحاجه اللي عندي قلت، الحاجه اللي عندي نقصت، فهنا يبقى عمليه كام؟ هنا يبقى عمليه سبتراكشن. امتى اعمل عمليه ديفيجن؟ الديفيجن هي عمليه توزيع، عمليه ديستريبيوشن، عمليه توزيع. اما تلاقي الحاجه اللي عندك بتتوزع ديستريبيوت، يبقى هنا ايه؟ حاجه بتتوزع، يبقى عمليه ديفيجن. يبقى تاني، عمليات المالتيبليكيشن هي عمليات تجميع، عمليات حاجه بتزيد بس فيها ريبيتد، فيها حاجات متكرره. عمليات الاديشن حاجات بتزيد بس الحاجات اللي فيها مش متكرره. عمليات السبتراكشن حاجات بتقل. عمليات الديفيجن حاجات فيها ديستريبيوت، فيها حاجات توزيع، بوزع حاجه عندي كبيره ببدا اوزعها الى اجزاء اقل، بقسمها. من مفاهيم دي حضرتك هتبدا تحل الورد بروبلمز. ليه يا مستر؟ لان في ناس بتعتمد بشكل كبير على الكي ووردز او الكلمات الداله. ماشي، صح وحلوه وزي الفل، بس يعني لو مساله زي دي مش هتخليك تحلها. لان الناس بتبص كي ووردز، الله العظيم طلعت اهي، ده ليفت اهي، يبقى ليفت ايه؟ يبقى ليفت ديت ليفت ومور ذان وليزان، ديستراكشن. ديستريبيوتد يبقى ايه؟ يبقى ديفيجن. ايوه صح، بس هنا هتكتشف ان لا، ممكن يكون فيها اكتر من ستيب، اكتر من خطوه. فعشان كده الافضل والاصح انك تقرا المساله تفهمها، وبعد ما تفهمها تحلها. اقرا المساله وافهمها، وبعد ما افهمها احلها. حلو. طيب تعال نحل اول مساله او نفهمها برضه. بص، انت الافضل ليك قبل ما تحل اي مساله انك تجيب جوجل ترانزليت او جوجل ترانزليشن وتبدا تترجم. ده الافضل. الكلمه لو ما تفهمهاش تترجمها، ترجمها وتكتب معناها فوقيها. ليه؟ بتاخد معاني جديده، بتبدا تفهم الكلام ده معناه ايه، بيساعدك بشكل ما بعد كده في الورد بروبلمز انك تحل. لكن انت لو دخلت قدام مساله وانت مش عارف معناها، برضه ممكن تحلها عادي بالشبه. بس بس انا افضل انك كل مساله من المسائل دي تترجمها فوقيها عشان تفهمها، عشان تعرف تحلها. طيب تعال نحل. دينا بوت 3 باكس اوف كارون ديت، اتش باك كونتين كام؟ 12. تمام. if he gave her friend 6. طيب كارون دي يعني اللي بيسموها قلم التلوين، حاجه زي كده. كارون. طيب تعال نشوف. هي كان معاها 3 باكس، حزم، 3 حزم، دي بيسموها بالعربي حزم. تمام. كل باك فيهم كام؟ each باك، كل باك each باك يعني كل واحد فيهم كام؟ 12. عمليه ايه يا مستر؟ عمليه مالتيبليكيشن. 3 وكل واحد فيهم فيه 12، يبقى دي ايه؟ يبقى دي مالتيبليكيشن. وغالبا كلمه each دي هتلاقيها غالبا لا مع الديفيجن لا مع المالتيبليكيشن، على حسب معنى المساله. تمام. هنا بيقول لك ان هو معاه 3 وكل حزمه من دول فيها كام؟ فيها 12. فدي عمليه ايه يا مستر؟ عمليه مالتيبليكيشن. يبقى 3 تايمز 6 يطلع لنا كام؟ يطلع لنا 36. ماشي. وبعدين هي اعطت اصدقائها 6. يعني انت لو كان معاك 36 ورحت مدي زميلك 6، يبقى ده معناها ايه؟ معناها الحاجه اللي معايا قلت. انا كان معايا 36 ورحت مدي اصحابي 6، يبقى انا كده عملت ايه؟ قللت، يبقى عمليه ايه؟ سبتراكشن. طيب واحد يقول لك يا مستر ليفت دي ار ليفت من الكلمات الداله على عمليات السبتراكشن. اقول له ار ليفت من الكلمات الداله على عمليات السبتراكشن، فعليا صح، بس فهمت مسألة المساله. هاخد ال 36 هعمل لها ماينس 6 يطلع لنا كام؟ 30. يعني مساله زي دي قدرت افهمها ومن خلالها قدرت تحلها. طيب تعال نشوف اللي بعدها.
مستر سمير ديستريبيوتد يا مستر من الكلمات دالة على مين؟ من الكلمات دالة على الديفيجن. ديستريبيوتد يعني وزع. طيب وزع ديستريبيوتد على كام؟ على 7 children. وزعهم على 7. يبقى هو كان معاه 28، عمل عملية ديستريبيوتد على كام؟ على 7. طيب يبقى هو مفترض كل واحد فيهم خد كام شيتس؟ يبقى 28 divided by 7 يطلع لك كام؟ يطلع لك 4. تمام؟ يطلع لك 4 اهو. لاحظ اللي مش عارف المالتيبليكيشن والديفيجن مش هيعرف يحل هنا اهو. عشان كده كنا دايما بنقول للناس انت تراجعوا على المالتيبليكيشن والديفيجن. كنا بنقول للناس انت تراجعوا على المالتيبليكيشن والديفيجن. طيب تمام، هو كده يوزع 28 على 7. تمام، كل واحد خد كام؟ 4. اوكي. he gave 2 more sheets for each children. بعد كده ادى لكل واحد من الولاد كام؟ 2. ادى لكل تشايلد، كل طفل ادى 2. يعني هو وزعهم وبعدين قال ايه؟ لا خدوا كمان كل واحد ياخد منكم 2. تبقى دي عمليه ايه؟ اديشن. لاحظ واحد يقول لك how many sheets did each child get in all دي من الكلمات دالة على عمليات الاديشن او المالتيبليكيشن. بس هنا تبقى غالبا ايه؟ اديشن. ليه؟ هو كان معاه شيتس وزعهم على الاطفال، وبعد ما وزعهم على الاطفال عمل ايه؟ راح مدى لكل واحد فيهم كمان كام؟ 2. فانا عايز اعرف كل طالب معاه او كل طفل معاه قد ايه. فيبقى عملنا ايه؟ اول حاجه عملنا 28 divided by 7 طلعت لنا 4. وبعدين هو ادى لكل تشايلد كل واحد فيهم 2، يبقى 4 بلس 2 يدينا 6. فهمك لمعنى المساله هو اللي هيخليك تحلها. ما تاخدش، ما حدش يجي عشان بس كده. انا عارف ناس كتير تعمل كده، يقول لك ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ديستريبيوتد يبقى ديفيجن، ان اول يبقى اديشن، وتلاقي واحد ما شافش ديستريبيوتد ورا ان اول ويبقى قاعد متلخبط. طب اعمل ايه؟ اختار دي ولا اختار دي؟ اعمل دي الاول ولا اعمل دي الاول؟ ليه؟ انه عايز ينجز، بيستخدم الكيوردز، مش حافظ، مش فاهم. افهم المساله وحلها. خش في اللي بعدها. بص هنا اهو، ساره كان معاها كام؟ كان معاها 20 كام؟ 29. وبعدين سيفد يعني حفظت او خلت معاها زي ما بنسميها بالعربي كده، راحت محوشه كام؟ 15. يبقى هي كان معاها 29، بعدين راحت محوشه ليها 15. يبقى هنعمل ايه؟ او نعرف اللي معاها قد ايه. يبقى هنقول 29 ماينس 15، يبقى لنا الفلوس اللي معاها دلوقتي اللي هي كام؟ اللي هي 14. اوكي. وبعدين ديستريبيوتد دي وزعت من الكلمات دالة على مين يا مستر؟ على الديفيجن. distributed the rest equally between her two sister. يعني هي وزعت اللي باقي معاها بالتساوي بين اختها. يبقى هي كان معاها كام؟ كان معاها 12، قصدي 14. تمام. ال 14 دولت وزعتهم على اخواتها الاثنين. يبقى وزعتها على اخواتها الاثنين، يبقى عمليه ايه يا مستر؟ عمليه ديفيجن. يبقى هنعمل نقول 14 divided by كام؟ 14 divided by 2 divided by 2. يبقى 14 divided by 2 يطلع لنا كام؟ 7. يبقى كل واحدة من اخواتها خدت كام؟ كل واحدة من اخواتها خدت كام؟ كل واحدة من اخواتها خدت 7. كل واحدة من اخواتها خدت كام؟ كل واحدة من اخواتها خدت 7. تمام؟ يبقى لو فهمنا معنى المسألة بالراحة هنا اهوت، عندنا 29. ال 29 دي هي حافظت معاها 15، وبعد ال 15 دول خدتهم وزعت الباقي معاها على مين؟ على اخواتها الاثنين. عملنا اول حاجه سبتراكشن، الفلوس اللي خزنتها، وبعدين الفلوس اللي باقيه معاها راحت عامله بيها مين؟ عم وزعتها على اخواتها الاثنين بعمليه ديستريبيوتد او عمليه ديفيجن بالطريقه اللي قدامنا. طيب نبص على اللي بعدها. هنا باسم بوت اشترى كام؟ 5 بنسلز فور ايتش 3 باوند. طيب يبقى كل بنسل بكام؟ ب 3. يبقى عندنا 5 بنسل وكل بنسل عنده ب 3. يبقى عمليه ايه يا مستر؟ عمليه مالتيبليكيشن. يبقى 5 تايم 3. وبعدين اشترى 6 وكل واحد ب 4، يبقى 6 تايم 4. بيقول لك هاو ماتش ماني ذات باسم بي ان اول. ايه يعني دفع قد ايه في كله؟ يبقى هو هنعمل دي هيطلع لنا 15 وده هيطلع لنا 24، يبقى 24 بلس 15. تمام؟ هتبقى 24 بلس 15. تمام؟
24 بلس 15. ليه؟ اشترى القلمه، كل قلم بكذا، واشترى القلم جاف وقلم رصاص كل واحد بيهم بكذا، فروحنا جايبين دول بكذا ودول جايبين دول بكذا ورحنا عاملين عمليه اديشن. طيب خش على اللي بعدها. هنقرا مساله بالراحه على اقل من المهلك. هو يوسف has a box تمام containing 24، كان معاه 24 بولز. تمام، ده البوكس ده فيه عدد متساوي include يعني يحتوي an equal numbers of red and green and yellow. يعني انت عندك 24. تمام، البوكس ده فيه عدد متساوي من الريد والجرين واليلو. واحد يقول لك طالما ان انا عندي عدد متساوي، وانا عايز اعرف عددهم كل واحد قد ايه. طب ما يقول لك ايه؟ يبقى قول 24 divided by 3. ليه divided by 3؟ لان هم اصلا متوزعين على 3، هم 3 حاجات. طيب يبقى 24 divided by 3 يدينا 8. يبقى عندنا الريد بكام؟ الريد ب 8. والجرين بكام؟ الجرين ب 8. واليولو بكام؟ اليولو ب 8. اوكي، يبقى كل واحد فيهم 8 8 و8 و8. وبعدين هو عمل ايه؟ يبقى احنا عارفين ان كل واحده ب 8. راح مدى كل الكور الحمراء لمين؟ لصاحبه. هو عايز يعرف المتبقي من الريد والجرين او الجرين واليلو. نعمل ايه؟ قدامك حل من 2. لا تقول تقول تاخد ده اهو وتقول اختار حل اسهل، جرين ويلو، يبقى 8 بلس 8 يدينا 16. بس ده خلصنا. انا كنت بعمل سبتراكشن بس خلصنا. اما هو كان معاه 24 وزع كم، وهم اعداد متساويه وهم 3، عملت لهم ديفايدد باي 3 طلع لي 8. 8 ده مين؟ 8 ده هو اللي بيديني مين؟ 8 اللي بيديني نمبر اوف بولز بتاع كل واحد. طيب دلوقتي هو خد كل الريد ده وراح مديه لصاحبه، يبقى عايز يعرف الجرين واليلو. فالجرين واليلو عند كل واحد، الجرين ب 8 واليلو ب 8، يطلع لنا 16 وبس، وخلصت المساله. خش على اللي بعده. طبعا هنا زي ما شايفين هنا لما تروح اي محل يديك المنيو يقول لك اتفضل يا باشا اختار. فاول واحد راح اشترى اوردر كام؟ طلب 3 بيتزا. طب البيتزا عندنا بكام؟ البيتزا او البيتزا سلايد ب 3، يبقى 3 تايم 3 ايه؟ عمليه تكرار. 3 سلايد وكل سلايد ب 3، يبقى 3 تايم 3 يدينا 9. وطلب عصير، العصير بكام؟ ب 1. تمام، يبقى ده 1. عايز اعرف هو دفع قد ايه؟ يبقى 3 بلس 1 يدينا 9، يدينا 10 قصدي. 9 بلس 1 يدينا 10. ليه يا مستر؟ زي ما انت شايف القطعه بكام؟ ب 3 وهو طلب كام؟ 3، بس 3 تايم 3 ب 9. واحد عصير جوز ده يبقى بكام؟ يبقى ب 1، يبقى 9 1 بلس 9 1 9 بلس 1 يدينا 10. نخش على اللي بعده. طيب دي طلبت 2 همبرجر، الهمبرجر بكام؟ ب 5، يبقى 2 تايم 5 ايكوال 10. 1 كيك، طب الكيك عندنا بكام؟ ب 2، يبقى 10 بلس 2 ايكوال 12. نخش على اللي بعدها، دي هنسيبها مفيهاش اي حاجه. نخش على اللي بعدها. بقول لك ده هو بوتش 3 همبرجر اعتقد بكام؟ ب 2 ولا بكام؟ اهو همبرجرز ب 5. تمام، يبقى 3 تايم 5 يطلع لنا كام؟ يطلع لنا 15. تمام، ده 15 ايه؟ تمن مين؟ تمن الهمبرجر. اوكي، هو دفع 20. يعني انت واحد قال لك ايه؟ تعالى، رحت الراجل المحل قلت له بقول لك يا عم الحاج انا عايز 3 همبرجر، قال لك ماشي الواحد ب 5، قلت له اتفضل اي 20 اهو. فعايز يعرف ارجع لك قد ايه؟ يبقى انا دفعت 20 وهم ثمنهم 15، يبقى 20 ماينس 15 بيديك كام؟ بيديك 5. يعني انا رحت الراجل المحل قلت له يا عم الحاج بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له اتفضل انا عايز 3، قال لي اتفضل عشان دي 20، فادي رجع لي 5. هنشوف اللي بعدها. بيقول لك هشام معاه 4 باكس. تمام، كل واحده فيها كام؟ فيها 9. طيب
يبقى هنا عاوزين نعرف اللي معاه قد ايه. يبقى هنقول 4 تايمز 9. يبقى 4 تايمز 9 بيدينا كام؟ يدينا 36. طب طيب دول 36 اللي كانوا معاه في الشنطة. وبيقول لك ومعاه كمان كام؟ ومعاه 18 that were not in the bag. طيب بيقول لك كمان معاه 18 بس مش موجودين معاه في الشنطة. عايز يعرف كل اللي معاه، يبقى 36 بلس 18. افهم المسألة. هو كان معاه 4 شنط وكل شنطة فيها 9، يبقى دي عملية مالتيبليكيشن. يبقى 4 تايم 9 ادينا 36. وبعدين معاه 18 بره مش تبع أي حاجة، فال 18 اللي بره دول مش تبع أي حاجة، نروح واخدينهم عامل لهم عملية اديشن ما بين اللي كانوا في الشنط ونجيب الناتج بتاعنا. طيب نركز في المسألة الجاية. يسرا كان معاها 17 متر، تمام. هي made 3 dresses، عملت 3 فساتين اوف سيم سايد بنفس الطريقه، يبقى عملت 3 فساتين بنفس الطريقه. وبعدين and 8 meters of clothes were left، يعني هي كان معاها 17 عملت 3 فساتين، وبعد ما عملت ال3 فساتين دولت او 3 دريسز اتبقى معاها كام؟ اتبقى معاها 8. اتبقى معاها كام؟ اتبقى معاها 8. يبقى هي كان معاها 17 اتبقى معاها 8، يبقى عملت الفساتين بقد ايه؟ واحد كده يفكر، عملت الفساتين بقد ايه؟ هقول 17 ماينس 8. ليه بعمل 17 ماينس 8 يا مستر؟ عشان اعرف عدد اللي عملت بالفساتين. عايز اعرف العدد اللي عملت بالفساتين. هي كان معاها 17 وبقى معاها 8، يبقى عملت الفساتين بقد ايه؟ يبقى 17 ماينس 8 يدينا 9. 9 ده اللي عملت بيه الفساتين، بس هي عملت 3 دريسز بالسيم سايد بنفس الحجم، يبقى مفترض 3 divided by او 9 divided by 3 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 3. 3 ايه؟ 3 مترز. تاني، واحدة خياطة كان معاها 17 عملت 3 دريسز، والدريس الواحد كلهم قد بعض، كلهم قد بعض. طالما كلهم قد بعض يبقى دي عملية ايه يا مستر؟ عملية ديستريبيوتد. مش بقول لك بتوزع، هي بتوزع قدهم قد بعض. طيب بس هي عملتهم وبقى معاها 8، يبقى طالع عملتهم بقد ايه؟ 17 ماينس 8 اللي كان معاها ماينس اللي متبقي. اوكي عملنا كده. بعد ما عملنا كده قلنا ايه؟ طب خلاص يبقى لنا 8. ال8 دهيت هي اللي عملت بيهم الفساتين، يبقى ايه؟ او 9 قصدي، يبقى لنا 9. 9 دي هي اللي عملت بيهم الفساتين، يبقى 9 ديفايدد باي 3 ايكوال كام؟ ايكوال 3 متر. طيب ادم سيفد حفظ معاه او خزن او حوش 20 bear a week for 4 weeks، يعني هو حوش كل اسبوع 20 لمدة كام؟ لمدة 4 weeks، تمام. in the 5th week he only saved 10، يبقى في الاسبوع الخامس هو saved 10 يعني حوش معاه 10، يبقى هو كل اسبوع بيحوش 20 لمدة كام؟ لمدة 4 weeks. 4 اوكي. في الفيفث في الاسبوع الخامس حوش 10. طب ازاي اعملها يا مستر؟ طيب لو بقول لك هو بقى عايز يعرف هو حوش قد ايه، سهله. واحد يقول لك 20 تايمز 4. ليه تايمز 4 يا مستر؟ لان هو 20 في 4 ويكس، يبقى 20 يبقى ادينا 80. طب ايه دول بتمثل ايه؟ دول بتمثل في الفور ويكس. طب في الاسبوع الفيفث يبقى 80 بلس 10. ليه؟ دول يمثلوا الفور ويكس وده بيمثل الاسبوع الفيفث، يبقى ادينا كام؟ ادينا 90. 90 اللي ايه؟ نخش على اللي بعده. نركز. سيدي دي معناها بذور، فهو راح اشترى 15 seeds. he need to distribute them in 7 pots to plant seeds in each. ماشي تعال نفهمها لكم. هو راح اشترى 15 seeds، تمام. seeds دي يعني بذرة، يعني انت واحد رايح اهو، انا جاي معاك اهو، راح اشترى 15 بذور بس عايز يوزعهم على 7. عارف اللي هي بيسموها قصرية او بيسموها بتاع كده بيزرعوا فيها، تمام.
عايز يعملهم على 7. ماشي يا عم الحاج، عايز توزع الفئتين على 7 بشرط ان كل واحده من الاسريات ده هي بالشكل ديت يتزرع فيها كام؟ تو بلينت 4. يزرع فيها 4، يعني كل واحده يزرع فيها 4، يبقى عنده 7 وكل واحده بيزرع فيها 4. بيقول لك هو محتاج قد ايه من البذور عشان يكمل؟ طيب حلو، يبقى 7 من دهيت و7 من دهيت كل واحده فيها 4، يبقى العدد اللي هو محتاجه قد ايه؟ 7 تايم 4 ايكوال كام؟ ايكوال 28. 28 من السيدز دي، من البذور دي، تمام. بس انا عندي كام؟ 15، فيا ترى محتاج قد ايه؟ فاقول 28 ماينس 15، يبقى 28 ماينس 15. ليه 28 ماينس 15؟ 28 هو السيدز اللي محتاجها و15 اللي هم معاه، فعايز اعرف محتاج قد ايه تاني. تمام، خش على اللي بعدها. بيقول لك هنا each day for a week سلمى eats 7 cracks for a snack. يبقى كل يوم لمده اسبوع، each day يعني كل يوم لمده اسبوع سلمى بتاكل 7. ماشي، يعني كل يوم بتاكل 7 لمده اسبوع، اوكي. ده نيكست ويك، الاسبوع اللي بعديه كانت في الاسبوع كان له كام؟ 60. طيب الاسبوع الاولاني كانت بتاكل فيه كام؟ ما هي بتاكل كل يوم 7، يبقى 7 والويك فيه 7، يبقى 7 تايم 7 ايكوال كام؟ ايكوال 49. حلو. الاسبوع الثاني اكلت كام؟ 60. طب هو عايز يقول لك هاو ميني مور، يعني إيه كانت اكتر بمقدار قد ايه؟ قلنا مور ذان وليس ذان عمليه سبتراكشن، هي عايز تعرف هي كانت اللي هي كانت دي اكتر بمقدار قد ايه، فتبقى 60 ماينس 49 وتحل. عايز تفسرك بالعربي اكتر؟ واحده كانت بتاكل في الاسبوع كل يوم بتاكل 7، يبقى في الويك كله بتاخد قد ايه؟ 7 تايم 7 يدينا 49. كده خلصنا. الاسبوع اللي بعديه كانت 60، عايز اعرف هي كانت قد ايه اكتر، عايز اعرف كانت قد ايه اكتر. يعني انت مثلا كلت الاسبوع دوت كيلو موز، والاسبوع اللي بعديه كلت 2 كيلو موز، فعايز اعرف انت كلت قد ايه اكتر في الاسبوع الثاني او الاسبوع الاولاني. كلت قد ايه اكتر؟ كلت قد ايه انت؟ كلت قد ايه؟ يبقى هنطرح 2 2 ماينس 1، يبقى انت كلت 1 كيلو اكتر، صح؟ نفس الكلام، هي كانت في الاسبوع ده 49 والاسبوع ده كانت 60. عايز اعرف هي كانت اكتر بمقدار قد ايه، فقول 60 ماينس 49. طيب بيقول لك ياسين كان معاه كام؟ 52، خد منهم تو كام؟ 4 بيسز. ليه؟ قال لك بص انا هاخد الباقي دي، وبعدين عمل ديستريبيوت للباقي مين؟ على 8 children. يبقى اول حاجه خدها عمل عمليه سبتراكشن ماينس 4. ليه؟ خدهم ليه؟ يدينا كام؟ يدينا 48. وخد ال 48 دي عمليه ديستريبيوت، يبقى عمليه ديفيجن على كام؟ على 8، يدينا 6 فروت. طيب هنا المسائل، هنا في مسائل هتلاحظ ان فيها بقى ايه؟ عمليات اديشن، يعني داخله فيها عمليات اديشن اكتر من مالتيبليكيشن. تعال نشوف مساله زي دي مثلا. هنا في ايرور. دخلنا في الايرور. ايه هي الايرور يا مستر؟ ساعات وهو بيشرح المساله بيديك حاجه تسمى الايرور. يعني ايه؟ يعني بيحل المساله غلط وعايزك انت شطور تطلع له الغلط اللي موجود. طيب رامي كان معاه 5 باجز اوف كاندي، تمام، كل كاندي فيها كام؟ فيها 6. يبقى اول حاجه عندنا دي عمليه مالتيبليكيشن، 5 تايم 6. ماشي. and also he had 13 pieces of candy that not in bag. تمام، عايز اعرف in all. يبقى هو كان معاه شنطه 5 منهم 5 باجز، كل باجز فيها 6، عملت مالتيبليكيشن بيدينا 30. وبعدين ايه؟ وبعدين عمل ايه؟ وبعدين كان معاه 13 كده مخزنهم لوحدهم، بس 30 بلس 13. تعال نشوف هنا بقول لك ايه.
تطلع لنا كام؟ يطلع لنا 30 بلس 30 بلس 13 يدينا 43. بيقول لك رامي هات 17 بيسز اوف كاندي ان اول. معاه 17. ليه معاه 17؟ هنا بيقول لك ايه؟ هنا غلطه. هنا الحته دي غلط. ليه غلط؟ اقول لك انا غلط ليه. لان انا بقول لك هو اول حاجه شاف اللي معاه قد ايه في الشنط، صح؟ بعدين اي توك اواي، بعد كده خدت انا اللي كان معاه اللي ما كانش معاه في الشنطه. يعني حسبت اللي معاه في الشنطه وبعدين نقصت منه ال 13 دي. طبعا صح، طبعا غلط. طبعا صح، طبعا غلط. ليه غلط؟ لان هو اصلا هو معاه دول في الباك، دول في الشنط ودول مش في الشنط، فالمفترض انا عملت اديشن ان هو عايز يعرف معاه قد ايه، فتوك اواي دي هي اللي غلط. المفروض عملت اديشن. تمام. بس تعال نشوف اللي بعدها. طيب بيقول لك هنا ايه؟ بيج فوق دي مستر سوزان دي بيج دي كام؟ معاه بخبزت 40 او 54. ماشي. وبعدين ديفايدد، قسمت الكوكيز دي على كام؟ على 6. يبقى دي 30، يبقى دي ديفايدد باي 6 يطلع لنا 9. ماشي. then بعد كده هي خبزت تاني مور كوكيز. ماشي. that she could put 3 more cookies in each container. اوكي. طيب نفهم مسألة تاني. هي كان معاها كام؟ كان معاها 40 كام؟ كان معاها 54. قصدي 54. ال 54 دي وزعتها على كونتينر دي اللي هي حاويات. يعني انت عارف الشنط، عارف انت لما تروح عند واحد بتاع حلويات ويحطها لك في كرتونه، هيسميها زي الكرتونه كده. كونتينر دي يعني حاويه. فهي خدت ال 40 او ال 54 وحطيتها في 6 ايكوالي بالتساوي. تمام. يبقى كل واحده بقى فيها كام دلوقتي؟ كل واحده بقى فيها 9، صح؟ كل واحده فيها 9. تمام. وبعد كده خبزت تاني. طيب وحطت 6 مور كوكيز ان ايتش كونتينر، وحطت 6 في كل كونتينر تاني. يعني كل كونتينر فيه كام؟ في 9. راح حاطه في كل كونتينر كام كمان مره؟ حاطه في كل كونتينر 6 زياده. يبقى ده بيعتبر 9 بلس 6. يديني كام؟ 9 بلس 6 يديني كام؟ يدينا 15. تعال نشوف الغلط. بقول لك there are 10. لا طبعا مش 10. 10 cookies from the first، صح. 10 cookies from the first one، صح، دي صح. and 1، لا يا معلم. 1 دوت لو كانت هي وزعت ال6 كوكيز عليهم كلهم. انما بيقول لك هي بوت، يعني وضعت في ايتش كونتينر، في كل شنطه 6. ما قالش هنا كلهم. فالمفترض هنا غلط، دي غلط. هي ما حطتش 1 كوكيز، هي حطت 6 كوكيز في كل واحد. هنا 6 from each container، فالمفترض يطلع لنا 15. طيب احنا ممكن نحل دي ونسيب الباقي. تمام. تعال نشوف دي. تمام. وصلنا فور كومبليتنج اكسترا مش عارف ايه. هي 10 فور. تمام. هي وركس فور 4 hours. هي اورس اول. تمام ماشي. هو بيكسب فلوس، بيكسب earned 10 LE for بير 1 hour cleaning ذا بيدروم. تمام. يبقى هو بيكسب 10 في ال 1 اور، الساعة بيكسب فيها 10. تمام. طب في ال 4 اورز يبقى يكسب كام؟ يبقى 10 طيب 4، صح؟ ادينا كام؟ ادينا 40. ده كسبهم في كام؟ ده كسبهم في ما هو الساعة الاور ب 10، يبقى ال 4 بكام؟ ب 40. وبعدين هو كسب تاني اكسترا كام؟ 25. كسب كمان اكسترا 25. طيب هو كسب يبقى 40 بلس 25
يدينا كام؟ يدينا 65. تعال نشوف هنا، هو كاتب لك هو كسب كام؟ كسب 35. ليه كسب 35؟ قال لك اول حاجه هو الاولاني كسب فيه 10، لا ما كسبش فيه 10، هو كسب فيه 40 هنا اهو. ليه كسب فيه 40؟ كسب فيه 40 لانه اشتغل لمده 4 اورز، مش اشتغل لاور واحده، فهنا المفترض تبقى 40 وبعد كده كسب 25، يبقى هتبقى 40 بلس 25. تمام. تعال نحل دي. بيقول لك عندك 13. تمام. انا عم 100 قد ده يعني صغيرين، ودولت بابلز دي اللي تقريبا الجراء دول عرب فصحى، الكلاب الصغننه تقريبا. تمام. فهنا 60 وهنا كام؟ هنا 26. هنا دول بالغين ودول صغيرين، عايزين نحطهم في كام؟ عايزين نوزعهم على بالتساوي على 7. فهتعمل ايه؟ فهتبقى 30 بلس، هتبقى هنا 30 بلس 26. مش هتعرف كلهم قد ايه، يطلع لنا كام؟ يطلع لك هنا 56. ال 56 دولت عايز توزعهم على 7 ارياز، 7 اماكن. يبقى هنا يطلع لنا ايه؟ يطلع لنا 8. هنا يطلع لنا ايه؟ هنا يطلع لنا 8. يبقى كل باوز دي يبقى اتوزع في كل منطقه يبقى فيه 8 من الباوز. بس ده يعني معظم الاسئله الموجوده عندنا. شكرا لكم، حسيتوا معاكم. احد عنده